صناعة البطل نفسها شيء مش عايز اقول صعب، هو صعب جدا. ايه المنظومة اللي احنا ممكن نحطها نسبورت بيها الرياضة؟ طيب هو ازاي اقدر ان انا اصنع بطل؟ ده حاجة كبيرة جدا ان احنا نتكلم فيها. البطل صناعته بتبتدي من البيت، من الاب والام. لولا فضل الاب والام مع الابطال، كل الابطال الاولمبيين والغير اولمبيين والعالميين، ما كانش هيبقى فيه بطل. البطل بيختلف من واحد للتاني. كل بطل ليه شخصية، وكل بطل ليه فكرة، وكل بطل ليه طريقة. دايما أنا مش بنسب، بأكد إن الفضل تاني في صناعة البطل هو الأب والأم. عشان يبقى عندنا أبطال كتير لازم نفضلهم دماغهم خالص للتمرين بس. هو أنت كل واشرب ونام واتدرب، ما تطلبش منه حاجة تانية. عندنا في مصر عندنا أبطال كتير جدا كان ينقصهم ان هم يتحطوا على التراك، دلوقتي هم على التراك، وان شاء الله هنشوف نتائج مذهلة الفترة القادمة اكبر من اللي حصلت قبل كده. ومنها حاجات يعني مفروض ان شاء الله ان شاء الله، يعني لما تتذاع الحلقة هيبقى بقاله كام يوم بطلة ظهرت على الساحة جديد، أسيل في رمي الرمح، لسه محققة ميدالية ذهب. عمرنا ما حققناها في ألعاب القوة. وإن شاء للناشئين الله صح؟ ناشئين بالظبط. وإن شاء الله يبقى عندنا زيها في باقي الرياضات كتير جدا، غير طبعا الأبطال اللي موجودين دلوقتي. احنا الأبطال عندنا أحمد الجندي، عندنا سارة سمير، عندنا محمد السيد، وفي بارالمبي رحاب أحمد وشريف عثمان وهاني عبد الهادي ومحمد صبحي. عندنا أبطال لا تعد ولا تحصى. صناعة البطل نفسها شيء مش عايز اقول صعب، هو صعب جدا. ليه صعب جدا؟ لان انت بتعامل شخصيات مختلفة بافكار مختلفة، فانت لازم توصل لهم زي ما هم. ان كان في حاجات دايما هي مرتبطة بشخصية البطل، اللي هي الادب والاخلاق والكلام ده، طبعا كل الابطال كده، لان هو ما عندوش وقت لحاجة تانية غير رياضته. عشان توفر له البيئة اللي انت تصنعه بيها، او يعني مش عايز اقول تصنعه، عايز اقول تقف في ظهره بيها. لا، هي البيئة دي بتاخد مجهود كبير جدا وشق جدا، من اول الدولة وانت نازل كل المؤسسات، عشان توفر له معسكرات، عشان توفر له بطولات، عشان هو يبقى متواجد في كل الايفنتس اللي هو يقدر يظهر فيها. كل ده مجهود شاق ومصاريف عالية جدا وفندنج غير طبيعي. الدولة طبعا هي دعمة بشكل مذهل، والرعاة طبعا بيدعموا تحت الدولة أكيد طبعا. بيشتغل ورا اللاعب وزارة ولجنة أولمبية واتحاد وأب وأم قبل كل دوت، ومنظومة كبيرة بتشتغل عشان البطل ده بس يقف على منصة التتويج. الناس كلها بتبقى شايفة ان الاولمبيكس، ان واحد وقف على الاولمبيكس يقول ده بطل وجميل وحلو وكل حاجه. فعلا هو بطل وجميل وحلو وكل ده حاجه، بس انت الوصول ما في حد شفتش ذاته. اللي وصل ازاي. هو عانى قد ايه وضحى بحاجات قد ايه عشان يوصل يبقى واقف على منصه التتويج. يمكن حاجه هي خارج السياق سنه. انا ابني لاعب كوره، عايش معانا دلوقتي اللي الاب والام بيعيشوه مع ولادهم. هو ما بيسافرش، هو ما بيروحش، هو ما بيجيش تجمعات كتير جدا للأسرة هو مش موجود فيها. ليه؟ هو عنده حلم، الحلم ده عايز يحققه، فبيضحي بكل حاجة في السكة. لا عيد موجود، لا سفريات موجود، لا خروجات موجود. ليه؟ هو بص على الحلم ده عشان يتحقق. ده مجهود شاق جدا. من ضمن الحاجات، بما اننا فتحنا المجهود الشاق اللي اللعيبة بتعمله، يعني ساعة أولمبياد باريس حصل هجوم غير طبيعي على اللعيبة من السوشيال ميديا. الهجوم ده أثر بالسلب بطريقة غير طبيعية على باقي اللعيبة. ليه؟
احنا دايما عندنا مشكله، احنا كمصر مميزين في بعض الرياضات ومعروفه للجميع. الرياضات دي غالبا تتلعب في اخر مده في الاولمبيكس مش في الاول، وهي كل دوره اولمبيه غالبا برضو بتبقى نفس الجدول بالظبط. فالناس يعدي يوم 2 3 4 ما نحققش ميداليات ويحصل هجوم، وهجوم غير طبيعي. طب ما هو اللاعب اللي رايح يحقق ميداليه وشايف زميله بيتشتم او بيتقال عليه ده ما عملش او ده ما سواش او ده ما يستاهلش او طب ما هو كمان هيتأثر نفسيا. ده هي حتة النفسية بتاعت اللاعب دي، ده هي كيانه، ده هي حاجة أساسية عند أي لاعب. ده احنا الناس اللي بنشتغل عادي في مكاتب وفي شركات، لما اجي اقول انا تعبان نفسيا او انا عندي حاجة معكننة عليا بتأثر على شغلي، واحنا شغالين شغل مكتبي، مش واحد راجل بيتحرك وبيروح ويجي والكلام ده. الهجوم اللي حصل ده أثر بطريقة سلبية جدا. طب ليه نهاجم الناس؟ ليه نهاجم اللعيبة؟ سوري، ده هم قعد 4 سنين طاحن نفسه عشان بس يروح الأولمبياد مش يجيب ميدالية. هو إنجاز الأولمبياد مش الميدالية بس. طبعا الميدالية إنجاز، بس في مراكز إنجاز، في إن أنا رحت الأولمبيكس إنجاز. إن كم واحد بيتأهل الأولمبيكس؟ عدد محدود، مش كل الناس، مش أي واحد عايز معاه فلوس أو واحد الدولة هتقدر تدفع له فلوس بيروح الأولمبيكس. لا، هو مش كده. هو ده أنا رحت واتأهلت من بطولة عالم، اتأهلت من تصفيات أفريقية، اتأهلت من رانك، قعدت ألعب 2 سنين ورا بعض. يعني احنا أغلب الرياضات الرانك بتاعها يبتدي من الفترة دي، هيقعدوا يلعبوا كل البطولات لغاية، في رياضات بتقفل في 26 28 عشان يخشوا لوس أنجلوس. هقعد ألعب كل البطولات عشان أحافظ على الرانك بتاعي. أنا ضحيت بإيه في النص؟ أنا ضحيت بحاجات كتير جدا عشان بس أتأهل، مش عشان أكسب. أنا تأهلت وعشان أكسب طبعا. فهو أكيد ما بيضحيش بده كله عشان يروح يهرج ولا عشان يروح يقعد، لا بالعكس، ده هو باع كل حاجة عشان في الآخر يروح الأولمبياد ويجيب ميدالية. يعني قبل ما نبتدي نسجل، حضرتك كنت بتدي مثال أحمد الجندي، تمام؟ أحمد الجندي دايما أنا بنسب الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى حقيقة لوالدته، لأمه. هي أقوى مدير رياضي في مصر بجد، يمكن كنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. ما شاء الله عليه، هي ورا أحمد وورا محمد بطريقة غير طبيعية. احنا في أولمبياد ما شاء الله برضو كان لسه مشارك في الأولمبياد الناشئين أو حاجة. لا، هو أحمد الجندي خد أولمبياد الشباب، وبعديها خد أولمبياد طوكيو وجاب فضة، وبعديها أولمبياد باريس ذهب. إن شاء الله ربنا يكرمه في لوس أنجلوس بإذن الله. أخوه محمد بطل عالم وراجل يعني شغال برضو نار، وهما الاتنين لولا والدتهم هم ما كانوش عملوا حاجة. تمام؟ هم ضحوا كتير، ووالدته بتجري وراه هنا وبتروح هنا، وهو حاجات ضحى بيها في حياته عشان بس يروح الأولمبيكس ويجيب ميدالية. دي صناعة البطل كبيرة قوي، يعني متداخل فيها حاجات كتير جدا. لما احنا جينا فكرنا قلنا يعني ايه المنظومة اللي احنا ممكن نحطها نسبورت بيها الرياضة، احنا شفنا ايه اللي ينقص السوق. يعني الماركت، احنا عندنا اولاد هايلين جدا من احسن لعيبة في العالم. طب هو ماركت ناقصه حتة، الحتة دي ايه؟ الحتة دي حتة المانجمنت والجزء الفاينانشال. جزء الفاينانشال طبيعي، كلنا حضرتك بتنزل الشغل عشان عايز فلوس، وانا بنزل الشغل عشان عايز فلوس، فبالتالي اللاعب بينزل يتدرب عشان عايز فلوس، لان هو ده شغلته. احمد الجندي بيشتغل ايه؟ بيشتغل لاعب رياضي. سيف عيسى بيشتغل ايه؟ لاعب رياضي. سارة سمير بيشتغل ايه؟ لاعبة رياضية، ما عندهاش دخل تاني، فلازم نفضلهم دماغهم من الحتة دي. فجت من هنا فكرة احنا ازاي نعمل مؤسسة او شركة تخلينا نوصل لهدفنا وما نخليش اللاعب شايل هم حاجة مهما كانت الحاجة دي ايه. ومن هنا بقى ابتدت فكرة روابط. منورنا يا دكتور هيثم، ربنا يخليك. يعني بجد انت منورني ومشرفني وجودك ومشرفني ان انا قاعد معاك. الشرف ليا. انا دايما في حاجات كتير من اللي انت قلتها انا يعني انا واحد لمستها يعني كتير.
حته المهاجمه او حته الاكسبكتيشنز العاليه مننا ان انت مجرد ان انت وصلت الاولمبياد فانت حاجه من الاثنين، انت يا اما مصروف عليك يا اما انت داخل واسطه وحاجات غريبه كده بنقعد نسمعها يعني. ما انا عارف الموضوع مفيش واسطه. مفيش حاجه اسمها الصراحه الاولمبياد بالواسطه دي، انا دي الصراحه يعني ما سمعتهاش يعني. موضوع الواسطه في الاولمبيكس دي جديده عليا. لا دي لا اتقال الكلام ده تمام، ان مش عارف المسؤولين بيصفروا مين وحاجات غريبه كده فاهم. لا. كانت بتتقال. بس خليني اسالك سؤال، هو انت ازاي بقى بتفصل مش هقول اللعيبه بتاعتك بس زي ولادك تمام عن كل ده وان هم يفضلوا مركزين؟ يعني انت احنا جبنا الذهب بتاعتنا او جبنا الفضه والذهب تقريبا في نفس اليوم، في اخر يوم في الاولمبياد تمام. احنا كنا واخدين برونزيه وفي اخر يوم في الاولمبياد لما كل الناس رمت الفوطه وخلاص هو مش هيحصل حاجه وبتاع ومش عارف ايه والكلام ده كله، وفجاه جبنا ذهب وفضه تمام. ازاي قدرت او ازاي تعاملت مع الناس دي ان هي تفضل مركزه ما تركزش على اللي بيتقال على السوشيال ميديا؟ برضو عشان انسب الفضل لاهله، هو مش انا اللي عملت كده، هم دكاتره المنتال بتاعتهم هي اللي عملت كده. ماشي تمام. وهم عندهم سواء ساره او احمد، هم الاثنين بالذات عندهم ما شاء الله الله اكبر يعني ثبات انفعالي غير طبيعي. اللي يقول واللي يعيد يعيد واللي يزيد يزيد. انا مركز والله، ربنا كرمني الف حمد وشكر، ما كرمنيش الف حمد وشكر برضه. هم كشخصيات قدروا يسيطروا على نفسهم رقم 1. دكاتره المنتال بتاعتهم قدروا يسيطروا عليهم رقم 2. ساره واحمد فيهم ميزه برضو ان هم بيسيبوا تليفوناتهم في فتره الاولمبيكس، يعني ما بيفتحوش الموبايل. كل فين وفين ممكن يفتح الموبايل. حته ان احنا نقول الناس خلاص فقدت الامل. فقدت الامل في ايه؟ هو احنا رايحين من هنا عارفين ايه اللي احنا ربنا ان شاء الله متوقعين، مش عارفين متوقعين ربنا ان شاء الله هيكرمنا في ايه. يعني مثلا في بعض الرياضات احنا يعني مش جسمانيا، احنا مش بنياننا الجسماني ينفع فيه. هل معنى كده ان انا ارمي الرياضات دي ما اتدربهاش؟ لا طبعا. طب هل معنى كده ان انا سهل اجيب فيها ميداليه في الاولمبيكس؟ ممكن، بس صعب جدا. بس ممكن، مفيش حاجه بعيده عن ربنا سبحانه وتعالى. يعني انا مش هروح مثلا العب ماراثون 42 كيلو اروح انافس مع بتوع اثيوبيا وكينيا يعني. بالظبط بالظبط. مع انه اقول لك على حاجه، لا هو احنا ممكن نعمل اي حاجه. المصري طبيعي. بس خلينا رياليستيك. انا واحد كنت بلعب العاب قوه، شايف ان مصر البوتنشال بتاعها ان هي تجيب ميداليه ذهب او ميداليه اساسا او مركز حتى في الاولمبياد في العاب الرمي، والتاريخ بيقول ده صح تمام. يعني ايهاب جاب الميداليه بتاعته الفضه في بطوله العالم في رمي رمح، وانا راجل صغير واسيل لسه اهي رمي رمح. وانا صغير، انا لما كنت بلعب في بطوله المجر، بطوله الناشئين ناجر تحت 18 سنه، مصطفى مش فاكر مصطفى ايه بالظبط، جاب مصطفى الجمل جاب ميداليه فضه فين؟ في دفع الجله. انا لو انا اهتميت بس بالرمي انا عندي بوتنشال كبير، لان مش ده مثلا اهتمام امريكا، واحنا البنيه الجسديه بتاعتنا تقدر ده. زي بالظبط كلمه اثيوبيا مركزه على 100 متر، هي مركزه على 5 كيلو 10 كيلو 42 كيلو اللي من الاخر. طب انا عايز اريفيرت باك لحته، يعني حته الفرستريشن بتاعت المصريين. هي مش عايز ان انا انيم حد، بس يعني كان في مسؤول ما قبل ما نطلع الاولمبياد قال لك احنا المره دي احنا 4-5 على الاقل فيها 2-3 ذهب في الاولمبياد دي. لما الناس بتسمع الكلام ده ايه اللي بيحصل؟ اكسبكتيشنز عاليه تمام. فالاكسبكتيشنز، وخصوصا على فكره الناس بتحب الرياضه ان جنرال مش بس الكوره، وانا ده لمسته في الاولمبياد، بس هو طبعا ما عندناش التغطيه الرياضيه كبيره يعني خلاص. فانت قعدت الاولمبياد كلها جايب ميداليه برونز، وكل شويه النهارده هيلعب البطل الفلاني يعني مش عارف ايه. حلو قوي. خش طق. انا عجبني قوي السؤال ده، عجبني قوي يعني. هقول لحضرتك على حاجه. هل حضرتك تعلم احنا جبنا كام دبلومه في الاولمبيكس؟ لا ما اعرفش. ما هي الدبلومه في الاولمبيكس؟ المراكز من 1 ل 8 من 5 ل 8 من 4 ل 8 سوري من 4 ل 8 تمام. طب هو معامله الراجل اللي جاب دبلومه او البنت اللي جابت دبلومه دي بره مصر بيحتفوا بيه ازاي؟ زيه زي ميداليه. ليه بقى؟ زياد السيسي رجل يعني له باع طويل جدا في رياضة السلاح واسم مسمع، والرانكينج كان رانكينج رقم 1 ايام اولمبياد باريس على العالم. كان بيلعب على ماتش الميدالية
وخسر. طب هل هو رايح بيلعب ماتش ميدالية عشان عايز يخسر؟ اكيد مش عايز، يعني اكيد هو ما فحتش نفسه الفحت ده كله عشان رايح عايز يخسر. أكيد. ودخل بيلعب ماتش ميدالية لدرجة ان هو حبيبي بكى بعد بكى، مش عيط، بكى. حضرتك اكيد عارف الفرق بين العياط والبكاء. هو بكى بعد الماتش. احنا كلنا عيطنا بعد الماتش. ليه؟ لان هو كان يستحق، بس فرقت معاه على بوينت. فرقت مع الضغط، ممكن الضغط النفسي اللي هو تعرض له او سمعه وبقى حاسس ان كل الناس حاطه املها عليه. وبالتالي مثلا واحد وخسر زي محمد السيد في نفس اليوم قام جايب ميداليه برونز، ما حدش كان باصص له. بالظبط. هو لا، محمد طبعا كان مبسوط ليه، بس هو ممكن المجتمع الكبير ما كانش حد باصص له. بس هو في الاخر هي بتختلف من شخصيه لشخصيه. حضرتك ليك شخصيه وانا ليا شخصيه. صح. ممكن واحد يتحمل الضغط وممكن واحد ما يتحملش الضغط. فالاسلم ايه؟ ان احنا ما نضغطش. عندنا بقى احنا جبنا كام دبلومه؟ كتير جدا. اوكي. اللي هو حضرتك كنت تقول احد المسؤولين قال ان هو في عدد ميداليات. لا، هو في عدد ميداليات فعلا كانوا قريب. احنا يعني انا اللي انا فاكره حاليا وانا قاعد مع حضرتك زياد السيسي ومحمد عامر، الاثنين سلاح، وعبد اللطيف منيع ومحمد جبر. الاربعه دول كانوا بيلعبوا على ماتشات ميداليات. مثلا رابع عبد اللطيف منيع خسر على بوينت، محمد جبر خسر على بوينت، زياد خسر على بوينت، محمد عامر خسر على بوينت، كريم كحلة بطل رفع الأثقال اتصاب إصابة. لو عارف حضرتك، لو واحد لسه مبتدئ في رفع الأثقال ما يتصابهاش. ده نصيب، مش عيب منه. صح. هو نصيب. هو كتفه اتحرك ملي أو 2 ملي، بس هو نصيبه كده. مع إنه، ودي مش ناس كتير تعرفها، أنا كنت معاه قبليها بكام يوم في التمرين جوه القرية الأولمبية في باريس، كان رافع الرقم اللي يجيب له من فضة لبرونز في التمرين. هو نصيبه كده. خلاص هتباحه؟ بالعكس. يعني اقول لحضرتك عشان موضوع ان احنا ما نذبحوش، يعني بعد ما الاولمبيكس خلصت فجي من ضمن اللعيبه، يعني جينا بنجدد عقودنا مع البنك الاهلي المصري، ففي مجموعه لعيبه خدها وراح مجدد لكريم كحله. هو جدد لكريم كحله ليه؟ عشان هو شاف كريم عمل اللي عليه ووقف وداس. ربنا ما كرموش، هيجرب وهيخش وان شاء الله ربنا يكرمه في لوس انجلوس، وقعد يتعالج فتره كبيره جدا. بس هو ليه الناس عامه بتبص للاولمبياد بس؟ انا شايف ان في حاجات عالميه اكبر بكتير، بس طبعا مش عليها. يعني انا شايف مثلا في بطوله العالم للسلاح، يعني محمد طبعا وفي ناس كتير، واحنا على فكره انا شايف ان السلاح بالذات، انا اهتمامكم بالسلاح ودي حاجه على فكره انا كنت من زمان برضو بقول عليها. احنا عندنا في رياضات كده ممكن نتميز بيها بسرعه جدا، تمام، زي بلو اوشن يعني. فالسلاح احنا زمان ما كناش بنروح اساسا ما كناش بنعدي من جنبهم. دلوقتي بقينا كفريق بقى بيخش من التوب 8 وساعات من التوب 5. صح. وفي اشخاص بقى في التوب رانكس زي زياد السيسي، محمد السيد، ناس كتير. فالناس دي بتعمل بطولات عالم غير طبيعيه، بس الناس بتبص على اللقطه بتاعت الاولمبياد بس. انا نفسي ان في البودكاست ده الناس تبص فعلا للابطال دول في بطولات عالم. بطوله عالم دي زي كاس العالم في الكوره، ولا انا غلطان؟ مظبوط. وصل لك حاجه، تخيل ان في بعض الرياضات بطوله العالم اصعب من الاولمبيكس بمراحل. عارف، انا كنت راجل بلعب العاب قوه زمان وانا عارف قد ايه الموضوع صعب. يعني بطوله العالم بتبقى اصعب في الاولمبيكس، بيبقى جايه من دور مثلا ال 64 او ال 128 في بطوله العالم لغايه لما يوصل للفاينل، مع ان هو في الاولمبيكس بيلعب من دور 16. دور 16 على طول. ففي بطولات عالم اصلا في وضاف اظن في اغلب الرياضات هي اصعب من الاولمبيكس. انا في الوثب الطويل لما انا لعبت في الناشئين في بطوله العالم في المجر، احنا كنا 64 واحد متقسمين على كام مجموعات كتير، وكل واحد ليه 3 محاولات بس بالزبط. عشان نتأهل اليوم اللي بعد كده. بالظبط. رهيبه، حاجه مش طبيعيه. فانت بتنافس في بطولات العالم. انت بتنافس في بطولات العالم وبتنافس بقوه. بس اقول لك على حاجه، هو نرجع لحته الدبلومه.
الدبلومه اللي اللاعب بياخدها دي، انا ياما قلت يا جماعه عايزين نعرف الناس بالدبلومه دي، هو ما يستحقش ده. يعني لما يكون لاعب بيلعب على ميداليه وتفرق معاه على نقطه، هو بالظبط عامل بالظبط زي اللي كان داخل كليه طب وراح نقص 1/10%، فما دخلش كليه طب، فراح داخل طب اسنان او صيدله او. طب هل معنى كده وحش؟ هو هيطلع برضه راجل دكتور اكيد. احنا لازم نفكر فيها من المنطلق ده. احنا لازم نحتفي بالناس دي زي ما بنحتفي بالميداليات. هو ما قصرش. ال يعني هي حاجه تزعل جدا جدا لما ابقى شايف بطل هو داخل كله حماس وقوه وي ده كله عشان يجيب ميداليه والناس بتشجعه، وعشان خسر لا مش مركز، ده مش عارف ايه، ده الكلام ده كله. لا هو عادي جدا. هو ممكن على فكره هو بيلعب عشان النقطه دي جات له شد في رجله، شد عضلي زي اي واحد فينا ماشي في الشارع ممكن يجي شد عضلي يقعد مكانه، صح. ما بالك الرياضي بقى. ففي حاجات كتير جدا مؤثره. سيف عيسى بطل التايكوندو، الراجل دوت مثال للبطل بصراحه. ربنا كرمه في اولمبياد طوكيو وجاب ميداليه برونز، ودخل اولمبياد باريس ربنا ما كرموش. هو سيف عيسى خسر ليه؟ جاله منتال بلوك. مين بقى اللي يحله؟ واحد جاله منتال بلوك وهو جوه الملعب نذبحه؟ لا طبعا. هي منتال بلوك ده مين اللي متحكم فيها؟ حاجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، محدش يقدر يتحكم فيها. ولو معاه دكتور المنتال كوتش جوه الملعب ممكن ما يعرفش يفكه. بالظبط. هو بيخرج يريح دقيقه ما بين الجولتين، تمام؟ فهو ممكن الدكتور عادي جدا ما ينفعش يفكه. وفي نفس الوقت في ناس علقت له مشانق. واحنا بقينا برضو بالمناسبة يعني، وحابب اشكرهم من خلالك البنك الاهلي، برضو البنك الاهلي المصري راح مجدد العقد بتاع سيف عشان هو الراجل عمل اللي عليه. يعني هو الراجل وصل لأعلى حاجة، كان داخل الأولمبيكس وهو رانكد نمبر 1. طب هيعمل ايه تاني؟ هو حصل له حاجة خارجة عن سيطرة اي بشر. خلاص هو في ناس وسمع كلام الله يكون في عونه. في نفس الوقت في ناس وقفت جنبه، يعني أسرته طبعا وقفت جنبه وزوجته ومش عايزة أقول اللجنة الأولمبية مهندس ياسر وقف جنبه، مهندس ياسر إدريس ولا معلش وخلاص وحصل خير ومرة تانية وي وي وي, وي ده كله. والولد ما شاء الله السيزون اللي بعديه دخل جاب دهب عالم. ما شاء الله ربنا يبارك له. دهب عالم جاي منين؟ من دور ال 64 ولا 128 64. ده مع انه كان بيلعب في دور 6 اصعب بكتير، تمام؟ وحجم المنافسه بيبقى مميت، تمام؟ فبالتالي لا هو الراجل عمل اللي عليه وعمل اللي عليه وزياده، بل بالعكس هو يشكر. هو الناس بره بتشوف سيف عيسى ده تجري وراه، ده بطل سيف عيسى. احنا عايزين نبقى كده هنا. احنا عايزين احنا لما اشوف احمد ولا احمد الجندي ولا ساره ولا سيف ولا فريال اشرف ولا جيانا فاروق ولا هدايا ملاك، وانا بتكلم على ابطال الاولمبيين عشان مش عايز انسى حد، ولا رحاب احمد في البارالمبيكس ولا الشريف عثمان ولا كل دول. الشريف عثمان ده اسطوره جميل. الشريف طبعا جميل. الشريف ده متخصص ان هو بيكلمني يوم الجمعه الساعه 9 بالليل يسمعها بقى يقول لي قاعد على نفس الكنبه، اقول له قاعد على نفس الكنبه ليه؟ تمام. فكل دول الناس دي بره مصر ايكونز بيمشوا. يعني ساعة ما فريال جابت الميدالية الذهب، وكنا مثلا لما بنتحرك عشان هي بنوتة طبعا، فكنا بتحرك كنت دايما اروح اخدها من البيت لو هي في تصوير او حاجة متأخر، لان انت عارف تصوير الاعلانات وكان بيبقى متأخر او الصبح بدري قوي، فكنت بروح اخدها من بيتها عشان والدتها تبقى مطمنة يعني. احنا كنا ماشيين في الشارع الناس بتجري وراها عايز تصور معاها. مثلا هدايا ملاك حاجة هدايا تقريبا اعتزلت صح؟ هدايا بطلت. بس عايز اقول لك على حاجة، هي هدايا اسطورة حكاية لوحدها.
حكايه يعني حكايه تتحكي في قصص. هدايا ملاك، وهي فعلا ملاك بصراحه يعني، ربنا يخلي لها بناتها وزوجها يعني. جانا فاروق نفس الكلام، ما تمشي الناس تلاقيها تتصور معاها وي ده ذهبية عالم قبل كده جانا صح؟ ذهبية عالم يعني هدايا واخده سوري جانا واخده 13 ميداليه ذهب في بطولات العالم. ريكورد. عامله برونز او فضه، جابت برونز في الاولمبيكس. اقول لك على حاجه بقى دي مثلا برضو كويس ان احنا جبنا بنتكلم على جيانا الحكم اللي ظلمها، مش عايز اقول هو ايه بس يعني ظلم. هنعمل ايه؟ دي حاجات انت حاجه بره يعني. احنا رايحين جيانا ذهب، انا عارف كان كل الناس تقول جيانا ذهب، ده الطبيعي بتاعها. لو مش طبيعي تجيب فضل، لكن مش برونز. بس هي اتظلمت لان جيانا لو كانت عدت الماتش دوت كانت خلاص هتلعب فاينل. صح. هو الحكم ربنا يسامحه بقى اللي كان واقف قال لك يعني ازاي مصر، عشان هو ما كانش بيحب مصر قوي يعني، ازاي مصر تاخد شفت الماتش اسف. وعايز اقول لك حاجه، المصريين وجبوا معاه رهيب على السوشيال ميديا، ده قفل البيج بتاعته. احنا جامدين برضه قوي. الحاجات دي احنا حلوين قوي، احنا جامدين في كل حاجه زي حكم مصر والارجنتين كده برضه حصل له نفس الموضوع. الراجل راح قفل السوشيال ميديا بتاعته فتره. بس هو بص لك حاجه، الظلم وحش. يعني انا عايز اقول لك، انا كانت اول اولمبيكس احضرها ليا كروابط يعني، كانت احضرها فيزيكال، كانت اولمبياد باريس. والله يعني انا من الروابط تقريبا موجوده من 2015. روابط موجوده من 2017 2017 حضرنا طوكيو، بس حضرناها هنا ما رحناش هناك عشان كانت كورونا وكده. هو هناك في الاولمبيكس احنا بنبقى قاعدين في المدرجات، ركضنا بتخبط في بعض. الله يكون في عونه. امال بقى اللاعب جوه ده بيعمل ايه؟ اللاعب ده بيعمل ايه؟ اللي هو فعلا احنا بنبقى قاعدين اللي هو الواحد روحه بتروح. طب هو اللي جوه ده بقى الله يكون في عونه، وكل البشر دي بتتفرج عليه. وأنا أقول لك على حاجة مثلا في السلاح بالذات يعني، السلاح أغلبية الفرنساويين بيلعبوه. نعم. ما تتخيلش كم التشجيع اللي كان عامل ازاي ضدنا. يعني المدرجات كانت بتترج. عارف. يعني احنا قاعدين من كتر ما بيدبدبوا برجليهم المدرجات، واحنا قد ايه يعني، احنا 200 300 بني ادم لو احنا جبنا البعثه كلها وقعدنا. فما بالك هو بقى سمع التشجيع ده لخصمه، والراجل دايس على نفسه ولا البنت دايس على نفسها وعماله بتلعب ومش سايبه اي حاجه يعني، سوري، سايبه كل حاجه في حياتها عشان جايه بس، او هو جاي بس عشان ينافس. وفي الاخر لما يجيب رابع او خامس او سادس، تعرف حضرتك الدبلومه اللي هم احسن 8، انت عندك احسن 8 في العالم من احسن 8 لعيبه في الكاتيجوري ده وفي الرياضه دي في العالم. ايه اكتر من كده؟ صح. ده انت عندك بقى. خدنا كام دبلومه في باريس؟ لا خدنا بتاع 7-8 دبلومات. حضرتك ضيف عليهم الثلاث ميداليات هذه 11 ميداليه. 7 8 قلت 8 هم اغلب 8 والثلاثه 11 كله كان بيلعب ماتشات على ميداليات، على نقط صغيره. عبد اللطيف منيع مثلا في المصارعه حركه غلط، خسر. هو اكيد مش عايز يخسر، اكيد، لان هو عايز يقف على المنصه وعايز ياخد الميداليه وعايز يبقى بطل اولمبي وده كله. ساعات برضو القرعه نفسها مش بتبقى في صالح ناس كتير والكلام ده كله يعني انت مثلا ما تخش، انت مثلا الرانك بتاعك رقم 2، جيت وقعت في دور 8 مع رانك رقم 1، هو ماتش مش هقول 50-50 بس اللي هو ماتش قريب قوي، بس انت مثلا القرعه الناحيه التانية مسهله الدنيا لحد بس يعني ساعات طبعا كده يعني. طبعا بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. هو الرانك رقم 1 عشان احنا برضو اتكلمنا في النقطه دي، هل معناه ان هو يكسب اي حد؟ خالص. الرانكينج ده ليه طرق حسابات طبقا للرياضات مختلفه. اغلبيتها بيقولك انت طول ما انت بتشارك في بطولات بيضيف ليك نقاط فبيعلى التصنيف بتاعك. برضو الناس فاكرة ان المصنف رقم 1 عالميا هو لا يقهر. لا، مش مازنجر. لا، هو عادي بيتغلب يا جماعة، وبيتغلب من اول ماتش عادي، بني ادم.
وفي بعض الرياضات اقدر اقول كده فين في الرياضات الرقميه، احنا فلان بيرفع وزن قدره كذا، فالوزن معروف خلاص ده رياضه رقميه. لكن في رياضه المنازلات زي تايكوندو ولا كاراتيه ولا سلاح ولا الكلام ده، تاكتكس اكتر دي استراتيجيز. تاكتكس. وبعدين انت بتبقى داخل بتلعب لاعب لعبته 1000 مرة، انت داخل بشكل مختلف وهو داخل بشكل مختلف. صح. لان اغلب دول العالم بتعمل ايه قبل الاولمبيكس ب6 شهور تبتدي تروح قافله على لعبتها وتغير التكنيك بتاعها. ده حصل على فكرة مع هدايا ملاك. هدايا ملاك في اولمبياد ريو دي جانيرو كانت بتلعب في وزن 57، بعد ما هي غيرت ميزانها بقى 67، فدخل على ميزان فرق 10 كيلو، حاجة رقم كبير. هدايا دخلت في ماتش من الماتشات في اولمبياد طوكيو، كان المدرب اللي قاعد للمنافسة بتاعتها كان مدربها ايام اولمبياد ريو دي جانيرو، مدرب المنتخب المصري فحافظ. هدايا نزلت الملعب كانت واحدة تانية، احنا نفسنا كنا قاعدين بنتفرج في التلفزيون. هدايا واحدة تانية، ستايل مختلف وتكنيك مختلف وبقت عاملة شغالة زي مروحة ما شاء الله يعني عليها، وخدت الميدالية وبقت اول بنت تعمل الموضوع دوت. وهدايا زي ما قلت حضرتك هدايا قصة كبيرة يعني ما تتحكي. وراحت قعدت 1 و8 شهور في صربيا لوحدها. تعرف ان 70% من اللي بيتفرجوا على بيزنس وذ مو بودكاست على اليوتيوب مش مشتركين في القناه؟ لو انت منهم اشترك دلوقتي. وبرده لو انت بتتفرج على الفيديو ده محتاج تبص على اول كومنت، لان انا عامل كورس كامل عن تطوير الاعمال من عدسه النمو عن طريق الثقه. عشان تعرف تفاصيل اكتر هتلاقي كل التفاصيل في اول تعليق. احنا اتكلمنا في يعني حكاوي كتير قوي في حته الاولمبياد وكده، بس تعالى بقى نرجع بقى ايه كم خطوه كده لورا ونتكلم. لان انت قلت لي حاجه مهمه قوي، انت عشان خاطر يبقى عندك بطل انت لازم تصفي ذهنه mentally financially وكمان physical، هو يركز ان هو يتمرن بالظبط. تمام. فانت بتحاول تحقق له كل الظروف اللي تبقى مهيئه عشان خاطر يبقى بطل. بالظبط تمام، ده هدف روابط الاساسي. تمام. تعال بقى نرجع كده ايه خطوه لورا. اولا انت بتختار على اساس ايه البطل؟ بص اختيارات الابطال بتختلف، بس خلينا نجمع يعني ان احنا المنتخبات القومية عندنا بيبقى فيها اغلبية الكريم دولا كريم زي ما بنقول يعني، لان كل اتحاد رياضي بيبقى في الاخر هو عايز يحقق انجاز، فالتصفيات اللي هو بيعملها فعليا هو عايز يوصل اللي يستحق، اللي هيجيب له ميدالية، اللي هيرفع اسم اتحاده، اللي هيرفع اسم المجلس، هو ده المين يعني. في بعض الرياضيين بيبقى عيننا عليهم من بدري شوية، طبعا ما بيبقاش في السن الصغير قوي، لان السن الصغير قوي سواء في الولاد او البنات مع التغيرات الهرمونية يعني فترة البلوغ بتاع الولد او البنت بيحصل الا بيطلع 7 سما الا بينزل 7 ارض. فانت بقى في زي سكاوتنج كده بيحصل للناس الصغيره بس ما بتاخدوش خطوه. ما بناخدش خطوة في الوقت ده في الاغلب. اوكي تمام. من اول سنة بقى 17 سنة 16 سنة هكذا بنبتدي نبص على اللعب. اول حاجة طبعا ان هو يبقى عنده الباشن ان هو عايز يعمل حاجة. لان في ابطال بيبقى عنده كل حاجة بس ده مش موجود برضو في مصر، بس من جواه مش مفيش النازع اللي هو انا عايز اعمل حاجة، انا عايز اجيب ميدالية، انا عايز ابقى بطل، انا عايز الناس كلها تتكلم عني، انا عايز احقق انجاز، انا عايز ارفع علم بلدي. في لعيبة كده، وحته بقى ارفع علم بلدي دي حته مهمه قوي، لان كان في كلام تجنيس. هو انت بتتجنس ليه؟ عشان النفس اللي بيعملوا روابط. انا محتاج ان انا اركز في الحاجه بتاعتي. انا عايز اقول بقى لحضرتك حاجه. تمام. هي روابط جزء قد كده في منظومه في العجله، هي اللي اسمها روابط عشان هي بتربط كل حاجه ببعض. بالظبط، تربط الوزاره ترس باللجنه الاولمبيه بالظبط كده، بالاتحاد الرياضي، باللاعب، بالسبونسر. ماشي. المنظومه دي هي منظومه شغاله كويس جدا. ممكن في تقصير، اكيد في تقصير، مفيش شركه خاصه ما فيهاش تقصير. ما بالك وزاره
طب معلش انا هرجع معاك خطوه لورا عشان الحته دي مهمه اتفضل. بالنسبه لي واتمنى ان انت ترد عليها. اتفضل. قبل الروابط او حتى مع الروابط، انا لو جبت ميداليه ذهب باخد 3 مليون جنيه. دلوقتي يعني كانت مليون بقى 3 مليون، ومش عارف معاش كده ولا مش عارف اظن ايه. اكبر، اكتر، 5. يعني مش فاكر هي 5. زادت ولا لا يعني. 5. تمام. 5 مليون حجم طبعا المصاريف اللي بتتصرف عشان اوصل لده رقم كبير جدا. فانا عارف ان انت دخلت تمام، ظبطت شويه في الترس ده، لان هو الاند جول نفسه ما بقاش جذاب بمعنى اصح. بص، هي مش بالظبط كده، مم. بس هي اللاعب عايز حد دايما في ظهره. يعني ايه في ظهره؟ ماشي زي ظله. مم. احنا غطينا الحته دي. انت هتحتاج لبن العصفور، هعمله لك. بس الروابط ما بتشتغلش لوحدها. يعني اقول لحضرتك على حاجه، مثلا معالي الوزير كابتن جوهر نبيل، عقليه. انا اول مره قعدت معاه كنت قاعد ساكت، ما فتحتش تقريبا بوقي. ليه؟ هو بيتكلم كلام مش طبيعي، رؤية غير طبيعية. وعشان برضو الناس ما تفتكرش انا بقول كده عشان هو وزير الشباب والرياضة، لا، هو انا ما بقولش كده، هو انا مش مجبر ان انا اقول كده. صح. بس هو فعلا تفكيره، لا، تفكيره كويس جدا، ورؤيته قوية جدا، وطريقة شغله هو شغال بطريقة ال مش عايز اقول البيزنس، شغال بالطريقة حديثة، مؤسس. طريقة مؤسسة بالظبط. كل حد عارف بيعمل ايه فين ازاي، هو متابع ومتابع. ممكن الناس تفتكر هو مش متابع، لا، هو متابع كل كبيرة وصغيرة، وبيبص على كل كبيرة وصغيرة، وليه رؤية بقى في الماركتينج مش عايز اقول لك حدث ولا حرج، يعني حاجة جبارة. انا شخصيا كنت قاعد بتعلم من الكلام اللي هو بيقوله وطريقة تفكيره، سرقت منه شوية افكار. تمام. ما يقفش عليا لو شاف والله فعلا هو ليه افكار. ما طبيعي، هو اكبر مني سنا وكبوزيشن طبعا وكل حاجه، بس هو خبره، راجل خبره في الجزئيه دي قويه، بلس ان هو بطل رياضي، لعب 3 اولمبيكس، فهو خبره رهيبه برضو. فانت جايب حد يمسك وزاره الشباب والرياضه، بباك جراوند رياضيه، باك جراوند رياضيه، باك جراوند بيزنس، باك جراوند ماركتنج، باك جراوند سبورتس محترمه. سبورت ساينس. انت عايز ايه تاني؟ هو خريج تربية رياضية برضو، فعنده كل الحاجات اللي هي ممكن تخلي الوزير ينجح. معاه هو بقى مهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية، هما الاتنين عاملين مع بعض دويتو. احنا يعني انا بسميه دويتو اللي هننجح، يعني هننجح كل حاجة ماشية ربنا سبحانه وتعالى. بس هما بيزقوا بعض، هما عايزين يعملوا حاجة للبلد، ودي حاجة احنا افتقدناها قبل كده. بس فعلا هو ده عايز ينجح، سواء عايز ينجح لشخصه او للبلد او لوزارته او للجنته او بس هم عايزين ينجحوا. فبالتالي ده بيسهل علينا احنا الشغل. ليه؟ انا في الاخر انا شركة خاصة، كل همي ان انا اللاعب يجيب ميدالية، لان الميدالية دي هي الكريدت اللي بيتضاف فعليا للشركة. تمام. بنكسب طبعا، بس انا الكريدت الاساسي بتاع الميداليه هو ده اللي بيكبر اسم الشركه. فسواء بقى معالي الوزير او مهندس ياسر ادريس، هم الاثنين بيزقوا في الحته دي، مش بيزقوا عشان احنا قرايب ولا لا، هو شايف في حاجه ماشيه صح فانا هزقك، مشيت غلط هرفع ايدي عنك. تمام. فهم بالتالي شايفين ان احنا عندنا مواهب كويسه جدا، فبيحاولوا يخلوا لهم الطريق ممهد بقدر الامكان وبقدر الامكانيات وفوق الامكانيات. الدولة المصرية وفخامة الرئيس هو عنده الرياضة دي في حتة تانية، فبالتالي برضو انت جاي لك الطريق ممهد من عند فخامة رئيس الجمهورية، عايز ايه تاني؟ تيجي تروح لحتة الرعاة او لا، نفس الكلام. الناس بتحاول تعمل اللي عليها وزيادة. تمام. طيب خلينا نرجع تاني لنفس الحته اللي احنا كنا بنتكلم فيها، ان انت دلوقتي لما تيجي تختار رياضي هترعاه روابط، او هتبدا ان هي تاخد اوفرتيك الموضوع ده، انت بتبدا معاه ان انت بتعمل سكاوتنج.
تمام. ان هو صغير. مش كله برضه يعني بقول لحضرتك يعني مثلا سيف عيسى احنا رحنا وهو بطل. هي هنا جوده معاكم صح؟ لا انا مش معانا. اوكي. لا انا جوده مش معانا. انا مع مامتها اقوى من روابط 100 مره. والله ده بجد. يعني على فكره انا ومامتها برضو من الناس زي مامتها ما شاء الله، زي مامة احمد الجندي واحمد الجندي. ما شاء الله يعني. ما شاء الله يعني انا ربنا يكرمها يا رب كده وتفرحنا يا رب في الاولمبيكس يعني ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ماشي. فانت دلوقتي بتقول يعني مش شرط كله ان انا اعمل له متابعه او ان انا اعمل له سكاوتنج، بس هبدا بقى من السن اللي هو 17 ولا 16 سنه بالظبط. من اول ما بنشوف ان اللاعب ده فعلا هو اوريدي ابتدى يقف على منصه تتويج ومحتاج ان هو ياخد السبورت بتاع الحته البروفيشنال بقى. هي محليه ولا دوليه؟ لا دوليه اكتر. يعني مجرد ان انا بدات اطلع بره وقفت على منصات تتويج بقى بطوله اقليميه زي بطوله العرب، افريقيا، عالم الناشئين او الكلام ده كله، تبدا روابط هنا بنبتدي نبص طبعا. نعمل بنبتدي نبص. ما عشان كده بقول لحضرتك هم اغلبيتهم بيبقوا لعيبه في الاساس منتخبات قوميه. اوكي. بنبتدي نبص على اللاعب ونبتدي من بعيد لبعيد احنا بقى نتابعه شهرين 3 4 5 6 على قد ما ياخد معانا. كان نبتدي نجيبه نقعد معاه نتكلم معاه نشوف دماغه عامله ازاي. ما هو في ناس بتبقى ابطال او محققه بطولات مش بيبطل، بس هو عايز هو انا لغايه هنا حلو قوي. حلو. دي حكاوي احكيها لولادي لما اكبر. بالظبط. وفي ابطال ما بيشبعوش وهو ده اللي احنا بندور عليه. انا مش عايز البطل اللي يشبع. يعني انت مش بتدور بس على البطل اللي هيطلع مصر التتويج وهو ناشئ، المنتاليتي بتاعته طبعا ان هو جعان. طبعا انا جعان نجاح. جعان نجاح انا جعان تميز وجعان شهرة وجعان كل حاجة. لان هو بص الرياضة من اكتر يعني دايما بيقولوا الرياضة هي القوة الناعمة. تمام. هي فعلا قوة ناعمة. هي مؤثرة كده. واحد زي محمد صلاح بالظبط في تركيا لما محمد صلاح راح يعني الناس بتحتفي بيه صح. بالظبط. بيقول لك عملوا خطوط طيران لترابزون دايركت عشان محمد صلاح. الراجل نفسه حتى في كاس العالم كانت الناس عارفه منتخب مصر بسبب محمد صلاح. لما تيجي تسال اي حد بره محمد صلاح او سوري مصر يقول لك مو صلاح. طبعا طبعا. فانا فاهم ان هي قوه ناعمه اسطوره. بالظبط. يعني اقول لك على حاجه. احنا الناس بتتكلم عن محمد صلاح طبعا هو بطل رهيب ربنا يبارك له يعني. احنا بقى شوف عندنا كم محمد صلاح في باقي الرياضات. صح. عندنا محمد صلاح في الخماسي اللي هو احمد الجندي، سارة سمير في رفع الاثقال، في بطل جاي في السكه في رفع الاثقال ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يا رب يكرمه ويكمل له على خير هيكسر الدنيا. عبد الرحمن يونس ربنا يحفظه ويحميه من الاصابات ويحميه من كل حاجه وحشه يا رب. كريم كحله. عندنا السلاح محمد السيد. عندنا زياد السيسي. عندنا رحاب احمد. عندنا شريف عثمان. عندنا اعداد كبيره جدا كبيره جدا. كل دول ابطال وكل دول يعني هقول لك على حاجه في حته الاختيار الابطال. هل معنى ان انا مثلا عيني مش على البطل ده فهو وحش؟ لا هو مش كده. هو ممكن يكون تقصير مني انا او من التيم مش مني انا كشخص من التيم اللي بيتابع الابطال. وهل البطل يستحق؟ البطل يستحق. هل هو عنده الباشون ان انا هعمل حاجه؟ انا معاك وفي ظهرك. في لعيبه اقول لك في لعيبه بتتصاب وبتنزل مش هقول هو مين بس هو انا عشت مع الاصابه ونزل بعد الجراحه المفروض يقعد 6 شهور نزل بعديها ب3 شهور عشان يتدرب ونزل واتدرب وجاب ميداليه ما شاء الله. ليه مش هسوي اسم ايه ما تحسدش. لا هو يعني ده سيف عيسى ما شاء الله. هو سيف عيسى. اقول لك على حاجه تانية. احمد الجندي كتفه اتخلع قبل الاولمبيكس 45 يوم. واو. اوكي. احمد الجندي تصميم وديترمينيشن. انا عايز اعمل حاجه مش طبيعي. انا عايز اعمل حاجه. اقول لك حاجه. احمد الجندي انا اعرفه برضه اللي اعرفه ان احمد ما كانش بس ان هو راح عايز يجيب دهب، هو كان عايز يعمل رقم عالمي جديد. ايوه هو انا رايح اكسر الدنيا. اقول لك حاجه. احمد الجندي في اولمبياد الشباب كان قبلها بشهرين عنده رباط صليبي. ايه ده؟ ما شاء الله. عايز اعمل حاجه. عايز احقق حاجه زي بالظبط واحد بيأسس الشركه دي هوقفها على رجليها ازاي؟
هستقتل، هاكل واشرب وانام جوه الشركه واجيب سيج جوه الشركه وهنام جوه الشركه عشان تقف على رجليها. هم الابطال كده، اللي عايز يعمل هيعمل. والموضوع مش سهل. يعني انا اقول لك على مثال، انا بنتي بتلعب سلاح بس هي صغنطوطه يعني، فهي بتتكلم معايا حلمها تبقى محمد السيد، مع انها بتلعب سلاح شيش ومحمد السيد بيلعب بي، بس هي شافت محمد السيد. اعملي زي محمد السيد. فبتقولي هو بيعمل ايه؟ قلت لها كلميه اساليه هو بيعمل ايه. طبعا كسفت تكلمه بس عندها 11 سنه لسه يعني. فقلت لها يعني هو ما بيعملش كذا وما بيعملش كذا وما بيعملش كذا ومركز. فهي راحت بصلي لها ده بني ادم. هي لسه ما عندهاش المينتاليتي دي. وخليني اقول لك على حاجه مهمه جدا، لان محمد صلاح كان في مره من المرات كان بيتكلم في انترفيو، ولما قال له مش عارف انت ضحيت بيه، قال انا ضحيت بشبابي. طبعا هو بيضحي بكل حاجه، وده كل بطل بيضحي بشبابه فعلا، والاهل بيضحوا معاه بالظبط. لان انا واحد كنت بلعب رياضه في يوم من الايام، عارف موضوع النوم، الصحيان، الاكل، الشرب، كل حاجه بحساب. احنا ممكن نقعد نتدرب مرتين في اليوم، كل مره 3 ساعات، فانت تلت يومك تقريبا انت بتتدرب. تلاقي ناس كتير لما بتسمع الكلمه دي يقول لك ده بيعمل ده بيلعب رياضه، تمام، فاكرين انه بيعمل حجز كوره، فاهم؟ بينزل بيقسموا. ما يعرفش قد ايه ورا الرياضي ده مش التمرين بس، تمرين، اكل، شرب، نوم، تضحيات قد ايه. صحابه اللي في سنه اللي ممكن ينزلوا عشان يقعدوا في مكان ولا يخرجوا هو ما يقدرش، زي ما انت بالظبط ما قلت ابنك اللي بيضحي بسفريات، بيضحي في كل حاجه، رغم ده هو في الاول في الاخر هو مش مطالب بده، بس هو عايز يعمل حاجه بالظبط كده. وانا دوري كأب ان انا اقف في ظهره، صح. بس اقف، النقطه دي مهمه قوي بقى، اقف في ظهره بما يرضي الله. النقطه دي تحتها مليون خط. اوكي. يعني ما عودوش انه ياخد حق حد. ما فيش حاجه، انا شخصيا ما بقتنعش بحاجه اسمها واسطه في الرياضه. يعني انت عايز تقف وراك كأب، كهيثم الاب، مش كدكتور هيثم. لا مش هيثم نائب رئيس مجلس اداره روابط خالص. لا خالص. وهو عارف كده على فكره، وانا قايل له الكلام ده، قلت له انا في ظهرك وهزق معاك كأب في بكل ما اوتيته من قوه. غير كده انت ودراعك، انا بقولها له باللفظ، انت ودراعك. تمام؟ ليه؟ لان هيثم موجود له النهارده مش موجود له بكره. صح. بلس المبدأ. انت يا سلام رحت لعبت في اي حته بطريقه غير مشروعه، هيحصل لك ايه بعد كده؟ هتقعد على الدكه. صح. هي دي بقى الفكره اللي احنا اوريدي عشان احنا روابط فاميلي بيزنس يعني. هي دي الفكره اللي احنا دايما، سواء دكتور وليد او كده او مهندس عمرو او كده، اخواتي الكبار، هي دي الفكره احنا ماشيين بيها. احنا هنزق وهنسند ومعاك لاخر النفس، بس انت لازم تتعامل انت ودراعك. طيب. عشان انت موجود، احنا موجودين النهارده مش موجودين بكره، وحد عارف. صح. تمام. حته ان الرياضه بتخلي الواحد يفقد شباب، مش يفقد شبابه، يا ربنا يخلي الشباب كلهم، او يتنازل عن حاجات. الحته دي موجوده كتير جدا، وخصوصا في المدارس. لان احنا خارجين النهارده رايحين الحته الفلانيه، انت جاي معانا؟ لا والله اصل عندي تمرين. بيبتدي ان الناس توصله ايه ده، انت ما بتخرجش، انت مش جامد زينا، انت مش عارف ايه. بس هو في الاخر هيبقى اجمد منكم كلكم. او في الاخر احمد الجندي باصص لقدام، هو باصص لقدام. هنجري بقى مع بعض لاخر الطريق. التوفيق ده طبعا مولى عز وجل، مش بتاعنا. صح. هو احنا عملنا كل حاجه نقدر نعملها بكل ما اوتينا من قوه وبكل الامكانيات المتاحه، لان برضو احنا كأسر اكيد كل اسره ليها امكانياتها، يعني مش مفتوح. صح. احنا هنجري مع بعض هنوصل لحته معينه، والله ربنا كرمنا يبقى ده كرم ربنا، او يكون ربنا مش عايزنا نمشي في السكه دي وعايزنا نمشي في السكه التانية. فدي حاجه احنا ما بنقدرش نتدخل فيها. مصر مميزه جدا في رفع الاثقال. طبعا. ليه؟ البنيان الجسماني بتاعنا احنا اقوياء فيه، وعلى مدار التاريخ من اول ما قالوا يلا بينا يا اولمبيكس واحنا بنجيب فيها ميداليات، واحنا ابطال رفع الاثقال بتوعنا، يعني من اكتر الابطال العزيزه على قلبي والله. بحس ان هي رياضه سهل ان هي ممكن تتدرب. يعني انا شفت دوكيومنتري
على نتفليكس، الكوتش رمضان تقريبا. كان في اسكندريه وعامل ساحه كان بيدرب فيها بنات على رفع الاثقال، تمام. ومنهم كان طلع يعني اللي هم ناس طلعوا في الاولمبياد والكلام ده كله يعني. موصل لك حاجه، هو في مذاكره سهله؟ لا، كل مذاكره صعبه. لا ما كانش كسهله، بتكلم ان احنا بنحب ده، احنا بنحب الرياضه، احنا بنحب الرياضه، رياضه رفع الاثقال يعني. وباقل امكانيات بنشتغلها. كانت مم. هقول لحضرتك ليه. مم. اصل هي رياضه رفع الاثقال ماشي بتعتمد ليها عوامل عضليه وعوامل عصبيه والكلام ده كله، بس هي دلوقتي مع اختلاف روتين الاكل في العالم كله، مش في مصر بس، واختلاف المواد اللي بتتحط في الاكل وكل الكلام ده، باكل فايدته ما بقتش زي الاول. لا، ده هو في حاجات علميه، رفع الاثقال بتمشي بالعلم، صح. او مش رفع الاثقال، هي الرياضه المفروض هي رياضه علم. تمام. فبالتالي لا، هو الموضوع احنا مميزين فيها كبنيان جسماني، بس هي برضو جواها تضحيات وجواها وجع قلب وجواها مشاكل ورفع الأثقال بالذات يعني بالذات. ودي كانت سارة سمير سنة 2018 أول ما مضينا معاها، أو 2017 2018 أول 2018 عملت حركة. أنا نفسي بقيت قاعد له انت فاهم، دخلت بتشرب مية راحت ماسكة ازازة المية عاملاها كده حطاتي. هي الحركة، هي بتتأكد ان المية مش محقوم فيها حاجة. تمام. وفي لعيبة كتير بتعمل الحركة دي، وفي لعيبة ما بتشربش خالص. يعني انت هم قاعدين معاك في الشركة، مش عدم ثقة فيك، هو خلاص هو اتعود ان هو يأمن نفسه، لان رفع الأثقال من الرياضات اللي منشطات فيها مصيبة يعني كارثية. ومصر كانت موقوفة في أولمبياد طوكيو. فدايما احنا بنقول العلم، عشان كده احنا مثلا قلنا احنا لازم نجيب راجل نيوتريشنست، لازم النيوتريشنست ده يبقى فاهم كويس. اقول لحضرتك حاجه، انا لما يجي لاعب مثلا يروح تعب ايا كان، احنا عندنا لجنه طبيه استشاريه، اللجنه دي فيها دكتور معين قال له هتاخد الدواء الفلاني، لازم يرجع للدكتور بتاع المكملات يتاكد منه ان السبلمنت سوري الدواء ده لو دواء برد حتى لو دواء صداع ما ينفعش مش كونتراديكتد. ماشي. ده ما يعملش كونتراديكشن في المنشطات. حاصل معايا كتير للاسف. لازم. فعشان كده هو العلم هو الاساس. ويمكن الفتره الاخيره دلوقتي في مصر هي كل حاجه ماشيه بالعلم، مفيش حاجه ماشيه بالفهلوه. تمام. احنا خلاص زائد 1+1 = 2 مش 2.1. فلو احنا ما عملناش كده مش هنوصل، لان بره مصر هم شغالين اوريدي كده. فحته ان احنا نشوف ايه اللي احدث حاجه وصلنا لها بره او في العالم وبنبني عليه، احنا بقينا نعمل كده في مصر. ودي حاجه من الحاجات اللي فعليا بتخلينا نحس ان احنا لا، احنا لسه في كتير، احنا لسه عندنا ابطال ولسه ولسه ولسه، وان شاء الله هنوصل. يعني في يوم من الايام الناس هتتفرج على البودكاست دوت تقول لك ده كان في راجل اقرع قاعد بيحكي على حاجه ومصر حققت 20 ميداليه 25 ميداليه 30 ميداليه 40 ميداليه. هنحقق والله. بص، اللي انت شايف البوتنشال بتاعنا ان احنا ممكن في يوم من الايام نبدا ننافس اكشن على الاولمبياد. هو احنا اوريدي بننافس. لا بتكلم على احنا نكسر الدنيا بالظبط، بتكلم على الميداليات اللي هو الرانك بتاع الميداليات. هننافس على رانك الميداليات، لان بص احنا كشعب مصر مفيش زينا. انا شخصيا كهيثم وديني احلى بلد في الدنيا، لا باش انا عايز ارجع مصر كشعب وكحد بيحط حاجه في دماغه عايز يحققها، هو بيحققها مهما كانت الظروف ايه، ومهما كانت العوائق اللي قدامه ايه، هكسر الدنيا وهوصل وهعمل غصب عن اي حد.
الكلام ده مش موجود في شعوب كتير. الكلام ده عندنا احنا كمصريين ما شاء الله الله اكبر، يعني حاجه مفيش بعد كده. فربنا يكرمنا يا رب كده ونكسر. طيب احنا خدنا الجزء الاولاني ان انت اخترت البطل. تيجي نتكلم بقى على حته السبونسرز. ماشي، انا عارف ان انت معاك بنك الاهلي، معاك يعني مجموعه من السبونسرز، ومبروك طبعا لسه ماضي مع السي اي بي. تمام، ربنا يخليك. طيب انت بتقنع ازاي السبونسر يروح لحاجه الريسك فيها عامل كده، رغم ان هو ممكن يروح يعني يعمل اعلان مع لعيب كوره ماشي، ممكن مش هقول لك نفس المبلغ، ما اعرفش المبالغ كام، بس يروح خلاص، ما انا هتشاف، ما رحت مرتبط اسمي بكذا، فخلاص انا هوجع دماغي ليه؟ ازاي بقى انت بتقنعه ان هو يبقى شريك رحله عشان نصنع مع بعض بطل؟ هو مش رايح للاند ريزلت، لا هو داخل مركز معاك هو مركز مع البطل ده عشان ممكن في يوم من الايام يتقال انا الراعي الرسمي بتاعه. شايف القرعه دي عشان نقنع السبونسرز ودكتور وليد شعره بيض عشان نقنع السبونسرز. طيب مين اول سبونسر تجيبه؟ اول سبونسر معانا في روابط كان البنك الاهلي المصري. بنك طبعا حكومي. بشكر له. بنك حكومي. بنك حكومي يعني. طبعا بشكره جدا 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 جدا. والحمد لله هو ماشي معانا لغايه دلوقتي. احنا بقالنا هو 9 سنين مع بعض. اقنعتهم ازاي في الاول؟ بص، هو مش فكره اقناع، هي الفكره فكره انت اللاعب دوت برودكت. البرودكت دوت طبعا يعني عشان الناس ما تفتكرش ان دي حاجه مهينه، لا. هو المنتج بيطبق على اي حاجه. البرودكت دوت ليه قيمه، القيمه السوقيه بتاعته عشان تحدد لازم تحدد بناء على شويه حاجات حواليه. طب احنا عملنا شويه الحاجات اللي حواليه وابتدينا. احنا عندنا حته الماس، الالماس ده مش ظاهر، بدأنا ننظفه، بدأنا نهتم بيه، بدأنا ان احنا نشكله بالظبط. فبالتالي ابتدى يظهر في بنفيت البنك بياخدها. هو الموضوع مش لوجو على الهدوم وخلصنا، عارف. لا ده هو بياخده بيصور بيه اعلان، ده ياخده بيطلع معاه بطولات يتفرج عليه ويشجعه، وبينزل على السوشيال ميديا هنا وبينزل على السوشيال ميديا هنا، بينزل في التلفزيون هنا وبينزل في التلفزيون هنا. عملنا مجموعة من البنفيتس اللي يقدر ذات القيمة مع البطل اللي احنا نقدر نضيفها للسبونسر. فبالتالي هو شاف ان هو في عائد ROI من الانفستمنت اللي هو بيعمله، فبالتالي هو ابتدى يكمل معانا. هل معنى كده ان احنا بالنسبه له فرخه بكشك؟ لا، ما هو برضو لو انا عملت حاجه غلط وحصل قبل كده بيتخصم علينا، مش انا كروابط على اكتر من انا كلاعب، لان هو الفلوس بتروح للاعب. تمام. فبالتالي ما هو بيبقى في خصم. ليه؟ ما هو وين وين سيتويشن. انت عايز تكسب كبطل وكشركه، والراعي هو عايز يكسب كبطل وكشركه. يعني هو البنك الاهلي انا مسميه البنك الاولمبي. ليه بقى مسميه البنك الاولمبي؟ في اولمبياد طوكيو جينا كان في هداية ملاك وجاينا فاروق واحمد الجندي وسيف عيسى وكيشو محمد ابراهيم كيشو، كانوا الخمسه مع البنك الاهلي. ما شاء الله. اكبر مؤسسه جالها ميداليات اولمبيه ما شاء الله. كانت اول مره تحصل. احنا حققنا 6 ميداليات، كان فيهم زياده في ريال اشرف، كانت بنك القاهره. و ازاي بقنع السبونسر ده؟ هقول لك على حاجه، وهي المفروض ما تتقالش في بودكاست ولا برنامج ولا كلام. انا من 2019 كنت بقنع البريد المصري، لسه ماضيين معاه اخر السنه اللي فاتت. انا طبعا يعني في امل عندنا جدا، وبشكر استاذه داليا الباز وفريق العمل كله، ورحمه الله عليه طبعا استاذ محمد حشيش هو اللي كان هيد اوف ماركتنج وقتها. ده مثلا مثال. فاحنا بنقنع من 2019 وتروح خش ميتنج وتقعد وبرزنتيشن ودول اللي عندنا ودول كذا ودول كذا ودول كذا. مش معنى كده ان هم كانوا رافضين ولا هم كانوا مثلا مش فاهمين او حاجه، لا هو كان هم شايفين اكيد عندهم استراتيجي معينه هم ماشيين بيها. بلاش بريد مصر ايديتا من 2018 ماضينا معاهم اخر السنه اللي فاتت. هي اخر السنه اللي فاتت كان مش حلو علينا. تمام. فايديتا دخل وهو داخل بقوه في هاني بيرزي طبعا، مهندس هاني بيرزي ومهندس احمد سامي وفريق العمل طبعا. شركه الشابه المصريه او مثلا شركه الشابه المصريه اللي يرأسها استاذ محمد عادل حسني. حضرتك عارف الشابه ايه هي؟ الشابه اللي هي بتتحط بتنقي الميه. هو بيحب الرياضيين وبيحب الرياضه وانا واقف في ظهركم.
حتى لو ما حطيتليش لوجو. يعني دايما انا اللي بقول له ايه، اقول له عشان هو بيعتبرها زي CSR. زي وليد اخويا، اقول له لا بص، هو لازم يبقى ليك بنفيت. يعني انا رافض فكره CSR، فلازم يبقى ليك بنفيت. البنفيت دي بلاش اقول لك حاجه، CIB برضو من زمن بنتكلم معاه، هو بيجي لها وقت، بس هو طبقا للاستراتيجي اللي هو عنده كمؤسسه. يعني احنا لسه ماضيين CIB زي ما حضرتك كنت تفضلت وقلت، من حاجه قريبه قوي يعني، من ايام يعني. هو CIB من زمن في الاسكواش، بس هو دخل باقي الرياضات الاولمبيه لسه معانا الحمد لله. عامل شغل رهيب هو في الاسكواش، وهو هيكمل وان شاء الله يكمل معانا في باقي الرياضات الاولمبيه. معالي الوزير بقى في الحته دي جبار ما شاء الله عليه. يعني هو بيبقى فاهم من اين تؤكل الكتف، كراجل بتاع بيزنس طبعا، كمنصب سياسي اولا، بس هو فاهم ان السبونسر ده لازم يستفيد. السبونسر ده ما ينفعش اسيبه كده، ما ينفعش اروح اقول له تعالى اديني الفلوس وما تاخدش حاجه، احط لك اللوجو خلاص، واحط لك اللوجو خلاص. لا، ده هو في باكجز، والباكجز معتبره فيها بنفيتس محترمه بتحقق. احنا بنعمل حاجه مع السبونسر لكي يطمئن قلبهم، ابتديناها واحنا لسه مستمرين عليها الى الان. حتى النهارده يعني انا لسه مطلع تقرير شركه مصر للتامين. يعني مصر للتامين مثلا ما كانتش في الحته دي خالص بتاعه الرياضات الاولمبيه، تمام، دخلت معانا من حوالي 3-4 شهور او 5 شهور، تمام. فهو السوق ابتدى يكبر الحمد لله رب العالمين، لما حسوا ان في بنفيت حقيقيه بتيجي للسبونسر. فبالتالي طب ما هو المؤسسه دي اما اسمي يرتبط بالشخص ده اللي هو بطل، انا ببص على الاند ريزلت، فانا بالتالي هبقى مستفيد. بالظبط. وخصوصا اللويالتي بتاعت الناس بتقدر قوي فكره السبورت. يعني انت خليت العلم المصري يظهر على المنصه وكل حاجه، فانا عايز اعرف مين اللي ورا الناس دي بالظبط. انا لسه شايف اللقطه الاخيره. ده كمان بقى في حاجه تانية. لما مثلا جينا بصينا على الشباب الصغير، لما سبونسر بيخش اتحاد والاتحاد بيدي شهادات للولاد الصغيرين وكل البطولات الجمهورية والكاس مصر وكده، البطولات المحلية، هو البراند اللي بيبقى محطوط على الشهادة اللي متعلقة في اوضته هو بيرتبط بيه طول عمره. صح. ودي في كل حاجة. صح. فهي برضو بنفت. يعني سواء بقى البنك الأهلي، سواء إديتا، سواء البريد، سواء CIB، سواء مصر التأمين، هو في بنفيت هتعود. ممكن ما تكونش البنفيت لحظية، بس هي في اوريدي بنفيت بتعود. لأن هو في الآخر هو اللويالتي للبراند في الكبير والصغير. صح. لأن برضو من ضمن الحاجات اللي بتميز الأبطال إن هم بيبقوا لويال جدا. يعني صعب قوي ان هو يبيع البراند بتاعه. هو بيحس ان هو الناس دي واقفه معاه ومقدراه وده كله. واحنا دورنا برضو كروات ان احنا ما نسيبوش يبيع البراند بتاعه، عشان لو باع البراند بتاعه نروح في داهيه كلنا نسجن كلنا. اكيد يعني اكيد. طيب خليني اسالك سؤال تاني. طيب هو هل انواع البنفيتس هنا، او هو زي مثلا انا باجي بخش كسبونسر عندك في روابط، بختار مجموعه رياضيين ولا بروح مع روابط وانتوا توزعوا بقى زي ما انتوا عايزين؟ لا طبعا. بص اقول لحضرتك حاجه، هو احنا بيبقى مثلا روابط فيها اراوند 57 بطل، ده غير الاتحادات الرياضيه اللي احنا موقعين معاها. احنا بنروح نقعد الاول مع السبونسر نشوف هو بيفكر في ايه. انا بيبقى معايا كل حاجه تحت ايدي واحنا قاعدين، ونشوف هو بيفكر في ايه. هو بيفكر في الشباب الصغير، هو بيفكر في استراتيجي مثلا معينه، عايز يطلع بحاجه رياضه نيتش، عايز هو بيتارجت ايه. وبنبتدي نتناقش. والله هو بياخد النقاش بتاعنا ويقعد يفكر فيه مع التيم بتاعه. انا لسه كنت قاعد بتكلم مع لاعب من اللاعبين امبارح في الموضوع دوت، بقول له، هو بيقول لي اصل انا ليه فلان ما خدنيش. هو فلان ما خدكش، هو انا ما بروحش اقول له خد ده وخد ده. حتى انا قلت له بالبلدي، قلت له ما عنديش خيار وفقوس، هم ليهم استراتيجي معينه وليهم خطه تسويقيه معينه لازم هيتبعوها بمزاج روابط غصب عن روابط. احنا لينا دور في التوضيح، ان احنا لما بنيجي نتكلم نوضح
اللاعب ده عمل ايه، اللاعب ده يقدر يوصل لايه، كل الكلام ده احنا بنوضحه. بس الاختيار في الاول وفي الاخر للسبونسر. عايزين وجه اعلاني، عايزينه بنت بالظبط. عايزين سن عايزين بنت صغير. مش محجبه، عايزين بنت محجبه بالظبط. كل الكلام ده زيه زي اي حاجه تانية. فبالتالي هما بيبقى ليهم القرار، احنا بيبقى لينا التوجيه. ليه؟ انا مثلا شفت فيه هو بيتكلم في سكه معينه كسبونسر واختار لاعب مش ماشي مع السكه دي، فديله الارم، خلي بالك انت عايز كذا بس اللاعب ده او اللاعبه دي مش هيديك ده. فهو ممكن يرد عليا يقول لي لا بس انا عايزه، اقول له تمام، بس انا دوري ان انا قلت لك الصراحه، لان انت ممكن تكون انت شايف حاجه انا مش شايفها والعكس صحيح، بس صح. لازم اديله الالارم، لان هو هي شراكه، وشراكه ما بتبقاش قصيره المدى، احنا بنقعد 3 و4 سنين و5 سنين. تمام. فلو انا جيت دلوقتي رحت داخل قلت له خد اللعيبه دي وروح سابه ماشي وخلاص وخدت الفلوس وخلاص، طب ما هو مش هيخش معايا السنه الجايه. صح. هبتدي الموضوع من الاول وجديد. وكان صعوبه الموضوع ده في اول روابط كان كارثي يعني. ليه؟ احنا بنبني في حاجه مش موجوده، هو اوريدي الماركت ده ما كانش فيه حد ومحدش كان شغال فيه، فاحنا ابتدينا نبني فيه طوبه على طوبه. وبصراحه يعني بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى يرجع في حته الطوبه على طوبه دي الدكتور وليد الملاح رئيس مجلس الاداره، لان هو اخويا الكبير وكل حاجه، بس انا في الاول كنت حاسس لو احنا اللي ابتدي شركه من الاول تاني واحنا كبرنا ومش عارف، وهو عمل بوش جامده في الموضوع ده. اللي احنا كل حاجه بنعملها كنا بنجربها اول مره. هو فكره بيزنس اوف بلو اوشن، هو شايف ان في opportunity وفرصه موجوده ودخل فيه. بالظبط. صح. ولبسني بعد كده فيه. بس تعالى نتكلم بصراحه، انا بحب قوي الشركات المبنيه على رساله او على قيم. يعني سهل انت تعمل بيزنس في حاجه عادي يا باشا، انا هطلع الصبح هعبي ميه، ما عندي بيزنس تمام، معايا الفلوس، معايا راس المال وبيع ميه، القيمه بتاعتي بروي اي عطشان. ماشي. انت خدت طريق، ما عملتش مثلا وكاله بتاعت لعيبه، ما عملتش قلت مثلا معايا 10 لعيبه يا باشا وانا شايف البوتنشال وهمشي بالساينس وهعمل الكلام ده كله، عندي 10 محمد صلاح في اوروبا وانا كسبان. طريق سهل، مش هقول لك لا جدا، صح تمام، بس هو اكيد مش سهل قوي يعني. لا مش قصدي، بس يعني مش منتشر بالظبط. تمام. لو اتعمل صح الدنيا تبقى ماشيه صح. بس انت اخترت رقم واحد ان انت تروح لحته فيري ريسكي جدا. انت بتتكلم في حاجه تقريبا مصر ما اهتمتش بيها في حياتنا كلها. وخلينا نتكلم بصراحه، مش هقول ما قبل الروابط وما بعد الروابط، بس انا هتكلم عامه. احنا كان النجاح عندنا في الاولمبياد صدف. احنا في فتره 96 2000 سوري 92 96 2000 3 اولمبياد ورا بعض 0 وما جبناش حد دبلومه. انا فاكر في 96 البعثه بتاعتنا كلها كانت عباره عن فريق الهاندبول و3 لعيبه. انا بتكلم في الناس اللي اتاهلت للاولمبياد. سنه كام؟ 96. تمام. سيدني 2000 رحنا صباح الفل. كانت البعثه اكبر شويه، وانا كنت واحد برضو شفت واحد زي حاتم مرسال مثلا اللي كان ساعتها بطل، كان جاب 3 كاس عالم قارات برقم كبير وكل الناس كانت متمسكه بيه، وراح اتصاب. وانا ده يعني كان صدفه غريبه، واتصاب اصابه كبيره وتقريبا بطل بعديها. تفتكر كان 96 دي تاهلنا بكام واحد؟ انا اقول لك هاندبول، كان فريق هاندبول وكان 30 مثلا 30 واحد هاندبول تقريبا. لا مش 30 واحد، هو كان احنا التيم بتاع الهاندبول تقريبا ب 12 15 حاجه زي كده، وكان في 3 بس، 3 في الالعاب الفرديه. تمام. فالنجاح عندنا كان 50 صدف. مثلا قول 50 ماشي. فاحنا عندنا هعلق على الحته دي بعدين ماشي انا فاهم. احنا 88 كانت اخر ميداليه خدناها لوس انجلوس. سوري لا كانت لوس انجلوس، كانت محمد رشوان، مش فاكر لوس انجلوس مش فاكر. 88 هي 88 92 برشلونه ما رحناش حتى بفريق الكوره. اوكي ماشي. 96 هاندبول الحمد لله كان بدأ بقى فاهم بدايه الهاندبول دكتور حسن مصطفى والطفره اللي احنا بدأنا نحس بيها، وكان بالنسبه لنا انجاز ان احنا نوصل في الاولمبياد دي. بعد كده سيدني 2000 دي كانت
مفيش خالص. ما كناش موجودين. 2004 ما كانش حد توقع كرم متوقع اي حاجه. تمام. وحصل ان احنا بدانا نجيب ميداليات فجاه كده. يعني بدانا ان احنا جبنا 3 ميداليات في الملاكمه، ومنهم ميداليه فضيه و2 برونز، وكان في واحده برونز تانية. وجي كرم جابر عمل ذهب. ده كان بالنسبه لي انجاز، لدرجه ان انا فاكر ان الناس ايه ده، انا وصلنا ان هي خلاص ضمننا فضه. تمام. انا فاكر حتى الانترفيو بتاعه هو إيه؟ نتقابل بعد النهائي، نتقابل بعد النهائي. الناس كلها كانت بتبارك له ان هو ده انجاز بالنسبه لنا يا باشا، احنا وصلنا نهائي خلاص احنا ميداليه ده. بس هو كان مركز ان هو يجيب ده. 2008 جبنا نشر فضه. 2012 جبنا تقريبا ميداليتين برونز وشكرا. 2016 جبنا ميداليتين برونز 3. تمام. بعد كده بقى عندنا في projections، بقينا بنتكلم بارقام. ده احنا عندنا البعثه بقت اكبر بكتير. بقى في عندنا على الاقل لو انت مش داخل عشان تاخد ميداليه فانت في التوب 8. تمام. مشاركاتنا احنا كنا الناس كلها كانت فرحانه ان احنا داخلين كاراتيه او كاراتيه دخل طوكيو. انا فاكر انا على الموضوع ده. تمام. ده احنا على الاقل يا باشا هنجيب 2-3 دهب. كاراتيه احنا مميزين في العالم. صح. تمام. ولما جبنا دهب احنا كان بالنسبه لنا، وفي ريال طبعا ما شاء الله عليها ما شاء الله. يعني ربنا يبارك لها. وطبعا يعني جيانا عملت طبعا. شغل جامد، بس للاسف حظها ما كانش احسن حاجه. هي كان ممكن تجيب دهب. والاولمبيات اللي فاتت انا شايف ان احنا عملنا انجاز كبير جدا مع منافسه في اوروبا، مع حاجات كتير، مع كم دبلومه زي ما بتتكلم في 11 و 12 ميداليه. انا متخيل بس وانت بتحكي لي لو حاجه صغيره، لو القدر تغير، طبعا مفيش قدر بيتغير، بس لو كان تغير قد كده احنا كنا فعلا ممكن نوصل ل 10 ميداليات، منهم 2-3 دهب. هتخلينا اعيط. لا انا بقول لك اقول لك على حاجه. في اولمبياد باريس في صوره مشهوره قوي للدكتور وليد الملاح. كنا خارجين من المصارعه وانا صورته. كنت انا ماشي، هو ماشي قدامي، كان رافع ايده لربنا كده. انا ما اعرفش كان بيقول ايه ساعتها، رافع ايده لربنا فوق وعمال يعمل كده. فتعدي الايام كنت بساله انت كنت الصوره دي كان ايه يعني؟ انا لقيتك رافع ايدك فصورت. قال لي كنت بقول يا رب هو انا عملت ايه غلط عشان اللي بيحصل ده، اللي بيحصل اللي هو ايه، اللي يخسر على نقطه، اللي يخسر مش عارف ايه. قلت له انت مالك؟ هو يعني واحنا مش الرياضه، احنا جزء. تمام. هو نفسيا ارتبط بالموضوع. في يوم برضه في اولمبياد باريس، انا بعد ما رجعت بقى حكيت للاسره لزوجتي وولادي على الموضوع. انا في يوم من كتر المشاكل ومن كتر الضغط النفسي انا كنت مقتنع ان انا مش هقوم، انا نايم في الاوضه لوحدي. انت شايف اللعيبه تعبانه جدا وبينهاروا من التعب، وفي هجوم وفي خناق، والناس في ناس مش مقدره كتير. لا احنا كنا متعذبين هناك. الهجوم اللي حصل اللي حضرتك بتتكلم عليه بتاع اولمبياد باريس، الهجوم اللي حصل في وجهة نظر انا، هو اتقال ان الرياضة ساعتها اتصرف عليها 1,500 مليون. الرياضة اتصرف عليها اقل من تلت الرقم ده. الرياضة اتصرف عليها مليار. انا معرفش طبعا الارقام دي الارقام ايه، بس هو الرياضة كرياضة. بس هي التجهيز الفردية، الاولمبيكس، التأهيل الاولمبي والدعم الاولمبي. كان لسه احد المسؤولين قايل تقريبا 400 وشويه مليون. هو الرقم ده مش كبير قوي على فكره. هو احنا بالنسبه لنا عشان بنتكلم بالجنيه 400 مليون جنيه، بس هو لازم نبقى عاملين في حسابنا ان الاعداد بتاع اللعيبه والتاهيل بتاع اللعيبه ما بيتمش اخر الشارع، ده بيتم في كلها بلاد بره مصر بالدولار وباليورو وبالعملات المختلفه. فبالتالي رقم 400 مليون رقم كبير، بس لو جينا حسبناه بدولار او مش هيطلع رقم كبير قوي. الناس حست ان صرف على الرياضه كتير وما عملوش حاجه. طب انا هفترض احنا صرفنا المليار جنيه. لا يا جماعه، احنا اللعيبه دي 20 مليون دولار. 20 مليون دولار على كام واحد بقى تاهلوا؟ النقطه اللي انا قلت لك عايز اعلق عليها، احنا رايحين بحوالي 200 وشويه لاعب او 300 لاعب. احنا متاهلين، احنا لعيبتنا جامده جدا، بس مش لازم اللاعب اللي يروح هيجيب ميداليه، لان في عوامل كتير حواليه
بتاثر في المنظومه. طب معلش يا دكتور هيثم، عشان هتلاقي حد دلوقتي هيكتب لك في الكومنتات يعني احنا اخرنا كده نشارك وخلاص. التمثيل مشرف، احنا مش هنخرج بره تمثيل مشرف. احنا ما عندناش تمثيل مشرف في مصر. ايه اللي فيه؟ احنا عندنا فيه تمثيل لان انت مشرف. اصل في كذا نقطه انت قلتها وانا بقول لك ده مش على لساني، على لسان الناس. تمام. انت تقول اللي هو مجرد ان احنا نشارك او ان احنا ناخد دبلومه فده انجاز. لا هو ما قلتش ان احنا كده. انا بقول لك ان احنا رحنا ده انجاز. اللي هي قبليها كمان قبل بالزبط. المشاركه. بالظبط. ان انا اروح الاولمبيكس ده انجاز، ان انا اجيب دبلومه ده انجاز، ان انا اجيب ميداليه ده انجاز. بس هو انا ما ضحيتش ب4 سنين من عمري عشان اتاهل واروح الاولمبيكس عشان اروح اهرج. اكيد انا مش رايح اهرج ولا رايح اتفسح، لان هم كلاعيبه مش ناقصين سفريات، هم بيسافروا كتير قوي. اكيد. فهو رايح الاولمبيكس عشان يعمل حاجه. بس اقول لحضرتك على حاجه، لو حد علق في الكومنتس كده يجي يعيش حياه اي رياضي، اقول لك على حاجه، مش هم الناس كلها بتبص محمد صلاح وما شاء الله ربنا يزيده وفلوس والكلام ده. خلي حد طبيعي، مش عايز اقول حد، انا كهيثم ما اقدرش اعيش عيشه محمد صلاح عشان اوصل اللي هو وصل له. ما اقدرش اضحي التضحيات اللي ضحاها. هو الموضوع مش بسيط. لكن انا في الاخر ان احنا نروح الاولمبيكس انجاز، ان احنا نحقق ميداليات انجاز. احنا اكيد مش رايحين عشان نقعد ولا نتفسح ولا مفيش عشان فسحه نتبسط. هناك اساسا. انا عايز اقول لك على حاجه، اللعيبه القريه نفسها بالظبط اللعيبه بتخش تتحبس جوه القريه الاولمبيه. هو مش يعني مش مساكن الواو يعني، ومش مساكن واو وكراسي وسراير كرتون عليها مرتبه قد كده، هو سفنج. فهم مش رايحين يتدلعوا، وفي الاخر هم ممكن نقول احنا ما حققناش انجاز. لا، هو احنا تمثيلنا المشرف ده انتهى من زمان على فكره، من قبل ما يكون في روابط اصلا. فين يعني انا لما اروح اجيب في اولمبيكس ميداليه ذهب وميداليه فضه وميداليه برونز و8 9 دبلومات، مراكز رابع وخامس وسادس، انا رايح اعمل تمثيل مشرف. تمثيل مشرف كم ده مره عملنا ذهب؟ احنا توتال في الهيستوري كله بتاعنا او التاريخ بتاعنا عملنا كم ميداليه ده؟ عملنا 4. 2. كرم جابر، لا زمان قوي، انت جايب من زمان قوي. 4 ماشي تمام. بس احنا في ريال اشرف مثلا اول بنت في التاريخ تجيب ميداليه اسيل بتاعت العاب القوه. اول بنت تجيب في بطولات العالم. هو مفيش حاجه بتتبني في يوم وليله. يعني انا رايح اسس شركه بكره الصبح هيخش لي ارباح؟ ما انا لازم اقعد اصرف واشقى واتعب عشان يخش لي ارباح. صح. هي الرياضه كده. ما هو اللاعب بيضحي والدوله بتصرف وبتدعم وبتصفر وبتجيب وبتودي والسبونسر بيصرف وبيعمل وبيسوي. ما هو كل ده في الاخر عشان يبنوا بطل. هو البطل مش هيتبني بالصدفه. الاهلي بتضحي واللاعب بيضحي والدوله بتصرف وبتسند طب ما هو كل الكلام ده ما بيتعملش في يوم وليله. هل احنا بنتقدم؟ هي بقى السؤال، احنا بنتقدم ولا مش بنتقدم؟ ممكن ناس كتير قوي تقول لك لا احنا ما بنتقدمش. لا، بص حضرتك كويس وراجع الاعداد الميداليات وراجع البطولات، هتلاقي لا احنا بنتقدم كويس جدا. انا تقريبا كل يوم almost كل شهر لازم اسمع عن حاجه اخرها مثلا زي بالظبط منتخب الناشئين للشابات او للبنات بتاع الهاندبول بالظبط. عمل حاجه ما حصلتش في تاريخ ان احنا وصلنا نص نهائي بالظبط. انا مش فاكر والله هم جابوا برونز ولا جابوا مركز رابع. بس ده انجاز في حد ذاته. احنا في بطولات البنات ما كناش نروح كاس العالم بالظبط. يعني هو بقى الفكره، احنا بنبني الناس. احنا ده لو احنا مصر بتبني برؤيه مظبوطه وبطريق مظبوط وبمراقبه شديده جدا. لان في الاخر احنا وصلنا لحاجات كويسه جدا. لان برضه عايز اقول لك على حاجه، في بعض الناس تقول لك يعني انت بتشوف ردك على الناس اللي هي في الكومنتات دي ان ده بروجرس عشان طبعا. نوصل للالتيميت جول، عشان اوصل لل20 وال30 ميداليه. طبعا. عشان اجيب الميداليه الاولى جماعيا اللي احنا كنا قريبين منها في كرة القدم وفي كرة اليد في باريس. فاحنا بنحاول نتقدم كل مره. بدل ما انا باخد سادس هاخد خامس، هاخد رابع، هتقدم اكتر، هجيب تالت، بعد كده هبدا انافس اكتر، بعد كده احافظ على مستواي وهكذا. ده اللي انت بتبص عليه في روابط، ان انت بتبص على الريزلتس اللي انت بتعملها دلوقتي عشان تبني عليها لقدام. بالظبط. اقول لك على حاجه، هو لو لا قدر الله لاعب اتصاب، يعني مش نصيب من ربنا. هل معنى كده
ان احنا كايجنت هسيبه واجري؟ لا، هو انا معاه كمل تمام، وهفضل واقف معاه لغايه لما هو يقول لي انا مش عايز اكمل. تمام. ليه؟ لان هي الموضوع مش لقطه، الموضوع مش ضربه حظ. هو رحلة. زي ما رحله، هي رحله، ورحله صعبه وشاقه جدا، سواء للرياضي، سواء للدوله، سواء للجنه الاولمبيه، سواء للاتحاد، سواء لاي حاجه. هي رحله هنكملها وهنبتديناها وان شاء الله مكملينها. محتاجه تضحيات من المنظومه كلها. يعني اقول لحضرتك على حاجه، كنت شفت ناس عماله تقول هي الكره عملت ايه عشان خرجت من دور ال16. نو كومنت. يعني انا بسكت لما حد يقول لي هي الكره عملت ايه، اقول له نو كومنت. هو احنا كنا اصلا بنروح نلعب ماتش ونرجع بالظبط. لا، في بروجرس. طب هو كان ممكن يوصل فاينل؟ هو وارد كان ممكن يوصل فاينل، كل حاجه بمشيئه ربنا سبحانه وتعالى. وناس كتير زعلت ان احنا كنا ده كلوز، يعني كنا كده، احنا كنا خلاص كده 10 دقايق ما بيننا واتظلمنا. فاهمني؟ زي جايانا ولا بالظبط. على فكره 99% من الناس كانت عارفه ان احنا نخسر من الارجنتين، بس السيناريو نفسه بتاع الماتش هو اللي زعلنا. الاكسبكتيشنز عليت. لا، هو اللي زعلنا، اللي هو انت كنت هنا. ايوه، بس هو في الاخر بص اقول لحضرتك على حاجه. لا مش زعلنا، هو احنا مش طبيعي نخسر من الارجنتين. انا ما عنديش مبدا انا طبيعي اخسر من فلان. مش بكلم خبره، انا هقاتل حاجه كتير. هقاتل لاخر نفس. صح. بس احنا في حاجات خارجه عن ارادتنا. يعني اقول لحضرتك على حاجه، في اولمبياد طوكيو كان علي الصاوي في الكاراتيه. علي طالع من هنا ذهب، ربنا كرمه بمركز رابع. تمام. واكتئب واتضايق ومش عارف، وكان حقه. ليه؟ هو قعد 5 سنين مستني اللحظه دي. عشان كانت سنه زياده عشان الكورونا. عارف. كان قاطع نفسه لكل التدريب، بس ما عملش حاجه ان هو فعلا بيتدرب. طب هو معنى كده ان هو وحش؟ لا، هو مش وحش. هو ربنا كتب له ده، دي مش بتاعتك بقى ولا بتاعتي ولا بتاعت اي حد في الدنيا. هو ربنا كاتب له ان هو هيوصل لدي. تمام. في ريال اشرف حد كان بيسمع عنها؟ الناس سمعت عنها لما كسبت الميداليه. بالظبط. تمام. وبدأوا يركزوا هي ساكنه فين وبتاع لها ايه بالظبط. واقول لك على حاجه، والدتها من الناس اللي هي برضو مركزه مع في ريال بطريقه مش طبيعيه. تمام. يعني انا كنت معاهم في البيت وفي ريال بتجيب الميداليه في طوكيو، كنت عند بيت والدها ووالدتها. انا والدتها كان يعني ربنا يديها الصحه كان قلبها هيقف من الفرحه ما شاء الله. تمام. هي شايفه شقه وسنين كله جه دلوقتي. والعكس صحيح بقى. تخيل اهالي شقيانه مع اولادها وشايفه اولادها بتتشتم عشان ما حققتش ميداليه. هي بقى ده. طيب خليني اسالك سؤال، مين يستحق المتابعه ونبص على النتائج بتاعته والاكسبكتيشنز بتاعتك في الفتره الجايه غير اسيل؟ هقول لك على حاجه، اسيل مش معانا بس انا عجبتني بصراحه. يعني الحق يقال. لا انا ما بتكلمش على المعروض بس بتكلم عامه. يعني مفيش لاعب عنده باشن ان هو يحقق حاجه ما يستحقش ان احنا كلنا نقف وراه. طب خليني اسالك سؤال، معلش هنرجع لحته بعيده شويه. اتفضل. اول حد انت مضيت مع مين؟ هداية ملك. اقنعتها ازاي؟ دكتور وليد اللي اقنعها مش لا، هداية اقول لك. هي هداية لعبة تايكوندو، وانا ودكتور وليد كنا لاعبين تايكوندو. وفي مدرب هداية من وهي صغيرة، كابتن وائل مهران، مهندس وائل مهران. هو قعد مع دكتور وليد وفهم منه هو بيعمل ايه. هو كابتن وائل مهران هو المربي هداية، وفهم هو بيعمل ايه وبتاع. وطبعا في كومن فريندز بقى بما اننا صيد زي بعض وبتاع مش عارف ايه. فقعد فهمه احنا بنعمل ايه وبتاع. فقال له تمام. يعني في سبونسر؟ قال له ان شاء الله. وكنا احنا فعلا متكلمين مع سبونسر ساعتها من البنك الاهلي المصري، متكلمين معاه ساعتها ان احنا ياخد هدايا. وقعدنا معاها وجت هي، انا فاكر كويس قوي، جت هي وكابتن وائل وجده هدايا والد والدها، وجت مضت معانا. ودي كانت اول لاعبة. وبعديها كان جايانا وعلى ابو القاسم وكيشو. وابتدى بقى
طيب. وساره سمير طبعا. خليني اسالك شويه اسئله فني. طيب. اكتر لاعب بيكلمك في مشاكل او اي حاجه بتحصل عنده ما بيكلمك؟ اكتر لاعب بيكلمني في مشاكل، لا هو مفيش حد. اكتر واحد بيكلمني في مشاكل كان كيشو، ربنا يمسيه بالخير، بس هو كيشو في امريكا دلوقتي. كيشو ده من احلى اللعيبه على قلبي يعني فعلا. وليد، دكتور وليد بيعتبره ابنه وانا بعتبره ابني. بس هو كان زمان عنده كميه مشاكل، مش هو سبب المشاكل بس هو كان عنده مشاكل كتير يعني. اثر عليه موضوع باريس؟ اكيد طبعا. طيب هو ايه اللي حصل؟ هل اللي كتب في الاعلان ده صح؟ لا. تمام. بص اقول لحضرتك حاجه. كيشو ابن بلد وراجل، وما ينفعش يتعمل يعني يعمل اللي اتكتب في الاعلام ده، لان كاميرات المراقبه اللي كانت في المكان اللي هو كان قاعد فيه طلعت الحقيقه. تمام. عشان كده خرج. عشان كده خرج، لان حضرتك عارف حاجه زي كده اصلا عندهم زيها زي جريمه القتل. تمام. لكن هو ولد راجل ابن بلد، بر بوالده ووالدته فوق ما ممكن اي حد يتخيل. وانا بحبه جدا ووحشني جدا. يعني هو بطل ولا لا بيتمرن، واتمنى ان شاء الله ان هو يرجع مصر بقى تاني ان شاء الله قريب باذن الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. طيب برضه ما قدرتش على سؤالي. اكتر حد بيكلمك او بينكشك على طول؟ بينكشني شريف عثمان. اول ما كان عايز ايه يا ابني دخلت الخناقه ديت. لا هو بص اقول لك على حاجه، وانا الحمد لله رب العالمين يعني انا دايما بقول انا عارف ان انت علاقتك بيهم زي كلموني اي وقت يعني. انا متاح 24 ساعه. ليه؟ لان هو في حاجات ساعات هي بتحتاج تصرف اون سبوت. لو واحنا التيم عندنا في روابط طبعا اللي انا بشكرهم كلهم واحد مش عايز انسى، مش هقول اسماء عشان ما انساش حد. احنا شغالين فعلا 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع 365 يوم في السنه. ما بننامش بس هو احنا على طول اون كول. ليه؟ لان البطل او الرياضي ساعات في حاجات صغيره بتفرق معاه. ممكن احنا كبني ادمين طبيعيين نشوفها عاديه، لكن هو لما يتصل بيا وهيلاقيني برد عليه وعنده مشكله، واروح مثلا مكلم الوزاره في المشكله او مكلم اللجنه الاولمبيه في المشكله، هو بيهدأ، فالموضوع بيبقى بالنسبه له بسيط. مفيش حد تاني بينكشني كتير. لا هو شريف هو برضو يمكن عشان السن قريب فنكشته بتبقى شديده شويه. طيب اكتر حد بتتبسط لما تشوف اسمه على التليفون؟ ما هو لو قلت حد هيبقى هيزعل. بص اقول لك على حاجه. لا هو مش اكتر حد بيتبسط لما اشوف اسمه في التليفون. هو انت بتفرح امتى كهيثم؟ امتى تفرح امتى كهيثم؟ لما اللاعب يجيب ميداليه ولا ايه باعت لي فيديو ولا انا جبت ميداليه يا دكتور، كان لسه عاملها مصطفى حسين بتاع مصارعه. تمام. دي بالنسبه لي انا مش عايز حاجه تاني خلاص. يعني مصطفى كمان ده من اللعيبه ان شاء الله فيري بروميسنج في المصارعه لوس انجلوس ان شاء الله. ان شاء الله. لاعب جامد ان شاء الله يعني، ربنا يكرمه كده. يعني اشترى بلده بالدنيا مصطفى حسين. طيب انا عايز اخش في اخر نقطه وانا عارف خالص. انتشر في سنين طويله اللي فاتت التجنيس. تمام. انا حاسس الموضوع بدا يقل كتير. تمام. يعني خصوصا من مش عايز اقول برضو عشان طويل، بس الدوله بدات تبص على الموضوع ده كتير. بص هي دي توجيهات صريحه وواضحه من فخامه الرئيس. زي انا شفتها زي ما كل الناس شافتها في الاعلام يعني. بص موضوع التجنيس ده هو موجود في كل دول العالم اكيد. احنا عندنا مش في الرياضه الفرديه بس في كله. بالظبط. يعني انت في منتخبات في كاس العالم، المنتخبات دي طبيعتها بيض كانت كلها سود. فاهم؟ فاحنا ده مفهوم للناس كلها. احنا بناخده بحزازيه شويه عشان احنا مصريين. احنا العرق المصري بينقح علينا في الحته دي. مش معنى كده ان اللعيبه تتجنس، مش معنى كده ان انا احب ان اللعيبه تتجنس، بس هي مصيبه مصيبه.
كبيره كبيره قوي، لا مش قوي. واللعيبه ما بتتجنسش برضه عشان الفلوس بس، وما بتتجنسش عشان مش معنى ان هو واحد راح يتجنس فهو خاين وبايع وطنه وابن 60 في 70. ظروفه كده، في ظروف كتير قوي بتحكم احنا ما نعرفهاش. زي الشرباجي مثلا. ما تدخلتش قوي في حته الشرباجي، تمام، بس اللي انا قريته او شفته يعني ان هو سافر عشان حاجه معينه، بيزنس او حاجه زي كده، انا ما اعرفش، الله اعلم يعني. بس هو كل واحد ليه ظروفه، ومعلش يعني هو مش معنى ان لاعب يتجنس فمعنى اصل الوزاره او الدوله ما بتعملوش، لا هو مش معناها كده خالص. هو انا اسال حضرتك سؤال، هو مش ممكن حضرتك يجيلك شغل في اي بلد عربي؟ اكيد. هو شغلهم التجنيس، هو ما ينفعش يطلع يشتغل بره فبيطلع يتجنس. يعني مش زي الكوره يروح يحترف مثلا وبعد كده بالظبط، يجي. في رياضات فيها احتراف بس زي في الهاندبول رياضات تانية ما مثلا. فيهاش احتراف. في اقول لك في لعيبه عندنا بيطلعوا يلعبوا الدوري السعودي، او مش الدوري السعودي، بطولة المملكة، تمام. طب هم بيلعبوا في أندية سعودية، ده زيه زي الاحتراف، وبيكسبوا برايز ماني وبيكسبوا البطولة. طب ما هو ده تمام، بس باسم النادي السعودي. بس باسم النادي السعودي وهو بيلعب في منتخب مصر. بص لك على حاجة تانية، في ناس تقول لك اصل البلد فيها. هو انت لو طلعت عشان الواحد بس سافر كتير، هو انت بلدك التراب اللي احنا بنمشي عليه دوت برقبة اي حاجة في الدنيا، مش عشان وطنية وشعارات وكده، لا هو ده الحقيقي. هو احنا عندنا ايه في مصر مش متوفر؟ مش هتلاقي حاجة مش متوفرة. اي بلد في الدنيا فيها الحلو فيها الوحش. مش معنى ان لاعب اختار ان هو يسافر فهو كده ده خاين وده 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 وده. بنتضايق ليه؟ لان البلد صرفت عليه والبلد وقفت جنبه والبلد عملت معاه كتير. بس هو الموضوع مزعج وموضوع يضايق، بس في نفس الوقت احنا في بعض الاشخاص يتهم الشخص ان انت يا خاين يا عميل. لا هو مش خاين وعميل، تمام. هو احنا ما نعرفش الظروف، مش معنى كده برضو اني بشجع ان واحد يطلع يتجنس، لان في الاول وفي الاخر انا عايز كل الناس الجامدين اللي في مصر تجيب ميداليات لمصر، فايزهم يجوا روابط. اكيد طبعا. لان في الاخر اقول لك، انا لسه كنت بقول لك في الاول الحلقه انا اول اولمبيكس هحضرها اولمبياد باريس. ساعه ما احمد الجندي كان بيلعب كانت في نفس الوقت ساره سمير بتلعب، فانا فضلت شويه عند ساره، وبعد كده كانت المسافه من ساره من المكان اللي ساره بتلعب فيه اللي احمد بيلعب فيه مسافه طويله، فمشيت عشان الحق احمد في الاول، فدخلت وقعدت ورا خالص بعيد عن كل الناس، بعيد عن والده ووالدته، وكان ايامها بقى خطيبته اللي هي زوجته دلوقتي، وعن اي حد يعرفني اصلا عشان نتفرج. لحظة ما العلم المصر علم مصر بيترفع كده والنشيد الوطني بيتضرب، ايه ده؟ ايه الفخامة دي؟ ايه الجمال ده؟ حاجة احساس لا يوصف، فعلا احساس لا يوصف. لدرجة انا واقف انا بقت تدمع، انا مش عارف بدمع عشان فرحان ولا بدمع عشان علم مصر ولا بدمع عشان احمد ولا بدمع عشان مامته بتعيط هي وخطيبته وباباه واخواته واخوه. هو احنا حاجة رهيبة. هل ده هنلاقيه بره؟ دايما لما كلنا بنسافر بره، لما تيجي ترجع البلد تحس له انا رجعت مصر. هي انت رجعت بلدك، رجعت لحضن بلدك زي ما بنقول حضن مصر. هي مصر حضن فعلا. ومع احترامي بقى، انت طلعت واتجنست ولعبت بره وخلصت، تروح فين؟ ورا الشمس، صح، مالكش لازمه خلاص. بس انت هنا اهو sooner or later بيبقى بيتسند عليك. زي بالظبط اقول لك على حاجه، كابتن جوهر معالي الوزير جاب ايهاب عبد الرحمن دلوقتي في مدرب في الرمح اخيرا. اوكي تمام. وهكذا
في عندنا لعيبه كتير بقت بتخش دلوقتي، بتخش المنتخبات. عبد الرحمن عرابي في البوكس بقى مدرب. تمام. مين تاني؟ مش عايز انسى حد، بس يعني هم اللي جم في دماغي. اتمنى فعلا ان احنا نركز في البوكسنج، لان البوكسنج من الرياضات اشهر حاجه. حسام حسن، صح، ما هو راجل مدرب دلوقتي. بلد سابته، بلد بعيد. طب هو لو كان راح واتجنس وقعد بره، لا واشتغل تحت ضغط مش طبيعي يعني. بالظبط. الراجل كان يخلص الماتش يعيط. غير ان هو قاعد الصراحه برضه يعني كان في حاجات كتير كنت بحس ان في حرب ضد حسام حسن في اختياراته، في دنيته، في الكلام ده كله، مش عايزينه ينجح في اي طريقه for some reason. بس الراجل يعني اثبت العكس تماما يعني. الراجل عمل اللي عليه وفرح. انا شخصيا يعني انا متخصصين رياضات فرديه بس كلنا بنتابع الكوره. بس هو انا كنت سعيد. احنا حققنا ونزلت هيصت في الشارع زي العيال الصغيره وكل صح. حاجه، واتنططت مع ابني احنا ليه؟ احنا اي انجاز بنعمله والله العظيم بيتضرب في 1000. والله. لا يا جماعه، احنا اي انجاز بنعمله بيبقى فيه شقه وراه. والله بيبقى فيه شقه وراه، الناس مش متخيله. بس عشان الدليل على كده على فكره ارقام. يعني مثلا لما انت تلاقي من اكتر المباريات اللي اتفرجوا عليها في المونديال، التاني اكتر مباراه اتفرجوا عليها في المونديال مصر والارجنتين بعد النهائي. يعني النهائي اللي هو كان اعلى حاجه، تخيل احنا بعديها على طول. تخيل بقى كم واحد. ماتش مصر وايران اتسجل ان هو اعلى ماتش مشاهده تلفزيونيه في تاريخ في تاريخ الكاس العالم في البطوله دي. اقول لك على حاجه، مش احنا وايران، صح. مش احنا خسرنا ماتش الارجنتين. تمام. مصر سمعت قد ايه في الماتش ده؟ ماتش ايه؟ ماتش مصر والارجنتين. احنا خسرناه. اسم مصر سمع في العالم قد ايه؟ كتير جدا. كام لاعب جاله عقد احتراف بعد ماتش مصر والارجنتين؟ ده كذا لاعب، بتاع 4-5 لعيبه تقريبا. تمام. هل ده نجاح؟ اكيد نجاح. دايما بقى اللي احنا بنقوله ايه؟ كل نجاح كبير او صغير فهو نجاح. والنجاح الصغير بيكبر مع الوقت، وبيكبر مع المجهود، وبيكبر مع التركيز. لان ما فيش حاجه بتيجي بالصدفه، وما فيش حاجه بتيجي مش عايز اقول بالواسطه او بالمحسوبيه يعني. تمام. هو النجاح بشقه وتعب ومجهود واصرار وتضحيات وحاجات كتير جدا. فبالتالي لا، هو كل نجاح احنا بنعمله في الرياضه هو نجاح كبير. كرة اليد اللي لسه كسبانه، ما ده نجاح كبير. فريق الإيبي اللي هزم إسرائيل، تمام، هو ده مش نجاح؟ وخدنا بطولة عالم، ثالث عالم، وعلقنا ميدالية، حاجة ما حصلتش قبل كده في الإيبي. صح. تمام. وكان محمد السيد ومحمود السيد. محمود السيد رجع من هنا مضى مع CIB على طول. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. فلا، هو النجاح مرهق ومتعب، وطريقه كله يعني شوك وواعر، وكل حاجة فيه متعب. نورتني يا دكتور هيثم. انا كنت معاك جدا. وانا كمان والله. ربنا يخليك. ميرسي جدا. نورتني. شكرا. لو عجبك المحتوى ده ما تنساش تعمل لايك، ولو فاتتك اي حلقات يا ريت تتفرج عليها دلوقتي، واعمل اشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. حاجه تانية، انا عامل كورس كامل عن تطوير الاعمال بيشرح لك يعني ايه تطوير الاعمال من خلال عدسه التراست للجروث او النمو عن طريق الثقه. لو عايز تفاصيل اكتر بص على الديسكربشن وبص على اول كومنت.